نفسي انجح. يعني انا نفسي اعرف الانسان اللي بينجح ده بيبقى حاسس بايه. نفسي اجرب احساس النجاح. نفسي ادوق طعم النجاح. نفسي اشوف ملذة النجاح. هو انت انا زهقت منك عموما. يعني عايز تعمل فلوس اونلاين ومش عارف، عايز تبدا موشن ديزاين ومش عارف، عايز تبدا فريلانس ومش عارف. اهلا بيك في الحلقه التانية من مش احسن حاجه، الحلقه اللي احنا بنتكلم فيها عن الشغل بس من الجانب النفسي. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الاكتئاب اللي بيجي لك بعد ما بتوصل للشغل او للي انت عايزه. وفي اخر الحلقه قلت لكم ان انا هعمل لكم حلقه تانية نساعد فيها الناس اللي بتفكر غلط، اللي مش عارفه تجيب اول عميل او مش عارفه ان هي تتعلم المهاره اللي هي عايزه تتعلمها، او ايا كان. تحذير، ده مش فيديو شرح فريلانس وازاي تبعت لعميل وازاي تجيب عملاء والكلام ده كله. انا هكلمك على المشاكل اللي هنا اللي مخليك مش عارف توصل لده. احب اعرفك بنفسي، انا احمد ياسر، توب ريتد موشن ديزاينر على فايفر، وبشرح للناس موشن ديزاين. ومش لازم تبقى موشن ديزاينر او ليك علاقه بمجالنا عشان تتفرج على الفيديو ده يعني جمهور عام، مش جمهور عام قوي يعني. بتبدأ القصة بتاعتنا سنة 1989. كان أي بني آدم في الحياة عنده طريقين للشغل: يا إما إن أنت تروح الجامعة والمدرسة والجامعة وتاخد شهادة وتشتغل وتاخد خبرة وبتاع وتفضل تطلع في السلم الوظيفي، أو إن أنت تعمل بيزنس يبقى ليك تجارة، أو إن أنت تتعلم صنعة مثلا تشتغل نجار أو حداد أو أيا كان. لحد ما سنة 1989 حسبي الله ونعم الوكيل فيه تيم بيرنرز لي قرر ان هو يخترع الانترنت. ومن ساعتها ربنا ابتلانا بقى بحته اللي هو ايه الشغل الاونلاين ومش الشغل الاونلاين والهري ده كله. وده طبعا السبب ان احنا متجمعين في الفيديو بتاع النهارده. فمن خبرتي مع التعامل مع الناس اللي بيحاولوا يشتغلوا فريلانس او موشن او ايا كان، يعني في كام شهر اللي فاتوا، جمعت كل الاخطاء اللي انا شايف ان هم بيعملوها وهنشرحهم تحت فكره السبع خطايا، The Seven Deadly Sins. سريعا يعني عشان تبقى عارف ايه هي السبع خطايا: هم الكسل والشره والكبر والطمع والحسد والغضب والشهوه. هي في الاصل فكره مسيحيه، وكان في عالم مسلم من حوالي 900 سنه اسمه ابو حامد الغزالي كان عمل برضو حاجه مشابهه لده، عمل كتاب اسمه احياء علوم الدين. ومن ضمن الكتاب ده كان في جزئيه اسمها المهلكات والمنجيات. هي برضو نفس فكره المهلكات، نفس فكره السيفن ديدلي سينز. فاحنا عندنا دلوقتي سبع حاجات محتاجين نشتغل عليهم عشان تقدر ان انت فعلا تمسك فلوس وتشتغل وتكبر وهكذا وهكذا وهكذا. فتعالى نبدا بالكسل. الكسل هو اكتر حاجه انا بشوفها في الكوميونتي المقرف بتاع الانيميشن والفيديو اديتنج والقرف اللي احنا شغالين فيه ده كله. فكره ان البني ادم مكسل. انت دلوقتي عايز تمسك فلوس، عايز تقبض $1000 في الشهر و2000 و5000 و10000 والارقام اللي انت بتقعد تشوفها على النت ديت يعني. بس انت مكسل تتعلم. يعني انت عندك مثلا في واحد دكتور بيقعد 7 سنين في الكليه، وبعدها يتخرج بقى يقول لك انا هعمل ماجستير وهعمل دكتوراه وهعمل الحاجات دي كلها، وفي الاخر مثلا تلاقيه شغال بيقبض 4000 جنيه في الشهر. وانت عايز ان انت تقعد اسبوعين على النت وتروح تطلع مثلا 10 اضعاف اللي هو بيكسبه. طب ازاي يعني؟ اعقلها فكر كده معايا. انت إيه اللي يخليك انت تستحق ان انت تعمل المبالغ ديت؟ انت تخش تقوم فاتح لي يوتيوب، تكتب تعلم الافتر افكت، تتفرج على توتوريال ساعتين، وتيجي بعدها تقوم داخل باعت لي انا تقرفني في الدي امز تقول لي ياسر انا مش عارف اجيب اول عميل. طب ما انت اكيد مش هتعرف تجيب اول عميل، هتجيبه منين؟ انت عملت ايه عشان تستحق ان انت تجيب اول عميل؟ هي فكره الاستحقاقيه ديت إيه، لازم تتخلى عنها. يعني انت لازم تتخلى عن فكره اللي هو إيه يعني انت مش مميز عامه وانا مش مميز، كلنا مش مميزين، بس انت لازم تستحق التميز ده ولازم تستحق ان انت توصل للارقام ديت. فانت بتستحق ده ازاي؟ بان انت بتبذل المجهود. طول ما انت مكسل تبذل المجهود ربنا مش هيبارك لك. يعني انا مثلا في فيديو اديتورز كتير جدا بتكلم معاهم يجي يقول لك انا مش عايز اتعلم الافتر افكت، الافتر افكت ده صعب قوي. طب يعني ما هو انت ازاي تسمي نفسك اصلا فيديو اديتور وانت مش عارف تستخدم افتر افكت؟ بتستخدم بريمير بجد يا اسطى؟ بتستخدم بريمير؟ بتعرف تدوس سي وتقطع الكليب هنا وتدوس كيو بتقصقص كليبات؟ دي شغلتك يعني؟ تيجي مثلا ابقى منزل الفيديو بشرح تكست انيميشن يجي يقول لك طب ازاي اعمل التكست انيميشن ده على البريمير؟ ما هتعمله ازاي؟ ما هو مش برنامج انيميشن. او مثلا تيجي تتكلم مع حد تقول له تعالى مثلا هعلمك ازاي تعمل الحاجه ديت، يقول لك لا على فكره ده في بلجن بتعملها. طب ما انا عارف ما في بلجن بتعملها. انت بقى لو انت مثلا رحت اشتغلت في شركه، جاي بتفتح الجهاز بتاعهم لقيت ان البلجن مش موجود، هتشتغل ازاي؟ وعندك ديدلاين، مش هتلحق تحملها دلوقتي وتشغلها، هتعمل ايه؟ جيت تفتح كده اللاب لقيت ان البرنامج عمل ابديت لوحده، ولما عمل الابديت البلجنز اتمسحت، عندك ديدلاين بعد ساعتين، تصرف. هتعملها ازاي؟ ازاي تبقى معتمد على حاجه بشكل كلي ان هي بقت العكاز بتاعك؟ لو حد شاط العكاز بتاعك كده انت وقعت.
انا بقى لو جيت خدت منك البلجن دي انت هتعمل ايه؟ او انت مثلا لو حبيت ان انت تعمل حاجه كاستم، حاجه من دماغك، هتعرف فعلا تعملها ولا هتفضل انت محجم نفسك تحت فكره الطريقه اللي البلجن بتعمل بيها الحاجه ديت؟ وبرضه فكره الكورسات، يعني انت بتبقى ماشي، انا ما عنديش مشكله ان الشخص يبقى مش عايز ياخد كورسات او يدفع في كورسات، بس هل انت بقى بتبذل مجهود في ان انت تفتح يوتيوب تقعد تدور؟ هل انت مثلا بتعمل بلاي ليست كده تقعد تجمع فيها توتوريالز 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 وتتفرج عليهم؟ طب هل انت بتطبق ورا التوتوريال؟ يعني هل انت لما انت بتبقى فاتح توتوريال على اليوتيوب او فاتح حتى كورس من على النت، هل انت بتفتح كده الكورس مثلا في شاشه والافتر افكت في شاشه وتبدا تشتغل؟ هل انت بتبدا تشتغل ولا انت مجرد متفرج؟ انت بتقعد كده تتفرج وبس، ما بتعملش اي حاجه في حياتك؟ يجي برضو مثلا حد يكلمني يقول لي ياسر، انا حاولت كتير قوي ان انا اجيب كلاينت وبجد مش عارف، انا مش عارف اعمل ايه. فاجي مثلا اخش ابص على صفحته الاقيه منزل فيديوهين، اقول له طب هل انت بتنزل، يعني هل انت بتنزل كونتنت شغلك، او انت عامل على موقع الفريلانس عامل اكونت تحط عليه شغلك؟ يقول لك والله اصل انا كنت نزلت فيديوهين كده بس ما جابوش ريتش، فخلاص بقى، خلاص كسلت. مم. طب هل انت بتبعت، يعني انت على تواصل مع كلاينتس كل شويه مثلا تخش تبعت لناس ممكن يشتغلوا معاك، عمال تبعت تبعت تبعت؟ اصل والله بص، انا في اتنين بعت لهم بس ما ردوش عليا، فانا خلاص بقى قلت لا خلاص. فاللي هو ايه يا اسطى، ايه الكسل ده بجد؟ ايه الكسل ده عامه؟ يعني فين المجهود، فين الايفورت الكبير اللي انت لازم تحطه عشان تستحق ان انت تعمل مبالغ كبيره زي اللي انت نفسك تعملها؟ وبرضه في ناس كتير قوي باجي اكلمها مثلا اقول له ايه، انت محتاج تتعلم انجليزي مثلا عشان احسن توتوريالز بتبقى عند الاجانب، والكلاينتس الاجانب هم اللي بيبقى معاهم الفلوس الكتير قوي اللي انت عايزها دي. فيجي يقول لك اتعلم انجليزي؟ لا يا عم، الانجليزي صعب قوي. او بيبقى نفس الشخص ده برضو، لو انت بتبقى مثلا بتتكلم معاه في حاجه، لو انت قلت كلمه انجليزي كده في النص هيقوم مديك واحده اللي هو كلمني عربي وحياة ابوك، او انجليزي ده يا مرسي، والجو اللي هو مش لاقي. والله بحاول ابقى محترم في الحلقه ديت. طبعا احنا كل حلقه، يعني الحلقه اللي فاتت قلنا مش احسن حاجه ان انا مزاجي ما كانش احسن حاجه، المره دي بقى يعني كانت الحلقه اللي فاتت كانت كئيبه قوي، بس أنا المره دي مزاجي مش احسن حاجه، ان انا غضبان، انا متعصب من كتر ما انا بتعامل مع ده كل يوم. و... واللي هو الحل بسيط قوي بس محدش راضي يعمله، اللي هو ان انت تحط مجهود يا اسطى. انت ازاي عايز ان انت يعني انت عايز تقبض بالدولار وانت مش بتتكلم لغة الدولار؟ انت عايز يعني انت ما تعرفش مين بنجامين فرانك مثلا، وعايز تمسك البنجامين فرانك في ايدك كنت مش عارف مين هو بنجامين فرانك؟ انت لو جه عميل مثلا قال لك تعالى خش معايا ميتنج مثلا، هتعمل ايه؟ تقول لي لا انا هشتغل مع مصريين بس، هشتغل مع عرب بس. طب ما احنا معناش فلوس، هندفع لك منين؟ هنجيب احنا كمصريين او كعرب معناش نفس الفلوس اللي معاهم، هدفع لك انا بقى ازاي 1000 دولار في الشهر و2000 دولار في الشهر والكلام ده كله؟ هي بتبقى قله، يعني هي بتبقى فئه معينه اللي هي التوب، وانت لسه بيجنر فانت مش عارف توصل للتوب. يعني انك تبقى بيجنر شغال مع اجانب احسن من انت تبقى بيجنر شغال مع عرب عشان تمسك الفلوس اللي انت فعلا نفسك تمسكها دي. بس لا، انت طبعا خلاص الكسل مموتك، انت عايز تفتح كده تقعد تسكرول تتفرج على توتوريالز تتفرج على توتوريالز تتفرج على توتوريالز وما تعملش اي حاجه. وده بيوجهنا لتاني نقطه الا وهي الشره بقى ايه؟ شره الدوبامين يعني. شره الدوبامين يا اسطى، انت جعان توتوريالز، انت جعان دوبامين. انت بتفتح كده الانستجرام يطلع لك واحد يقول لك ايه، انا كنت في مكان وحش قوي في حياتي وقررت ان انا اقفل السوشيال ميديا وبعدين قطعت كل اصحابي ومش عارف ايه، وتحط لك بقى الايديت اللي هو ابيض في اسود، وتلاقي البوردرز في فوق بوردر اسود وتحت بوردر اسود، ويصور لك بقى فيديو هو بيجري، ويجيب لك بقى فيديو هو كان قرب يفقد الامل، وبعدين فيديو هو رجع له الامل تاني، وبعدين ان هو بقى وصل بقى للمرحله الجامده فشخ اللي هو فيها النهارده دي. فهو ورى لك مثلا 6 شهور من حياته في خلال 30 ثانيه. فانت قاعد كده، انت استقبلت دوبامين في دماغك كده كتير قوي فجأة، وانت قلت بقى ايه، بس انا كمان خلاص، انا جالي الموتيفيشن دلوقتي، انا هقوم دلوقتي حالا، هقعد هعمل حاجة. فتيجي تقوم، لو انت عرفت توصل اصلا لمرحله ان انت تقوم، يعني تقعد على الجهاز ساعه او ساعتين تلاقي ان انت ما وصلتش لاي حاجه، فخلاص بقى انا مش مكتوبه لي دي، مش بتاعتي. وده لان انت عودت نفسك على ان كل حاجه بتيجي بسرعه. انت عودت نفسك على المحتوى السريع، عودت نفسك على الشورت اتنشن سبان، ان انت دماغك مش مستحمله ان انت تقعد تعمل حاجه لفترات طويله. عارف انت اللي هو ايه، يعني عشان تقعد تشتغل كده محتاجين نشغل لك ساب واي قدامك مثلا وانت فاتح شغال او حاجه، اللي هو خلاص انت مش قادر تقعد 4 ساعات على بعض بتشتغل من غير ما تسرح كده في النص وتقوم فاتح تيك توك او فاتح انستجرام. تبقى فاكر انت هتفتح 10 دقايق وهتقفل، بس انت ما تعرفش انت يعني مخك هيقعد 40 دقيقه ولا حاجه بعدها عمال ما تعرف ترجع تركز تاني بعد ما انت تكون قفلت عشان دقيقه تيك توك
فتحتها انت دمرت دماغك نص ساعه مثلا، مش عارف تقعد تركز في شغلك، بس انت فالح بس تقعد تتفرج لي على فيديوهات موتيفيشن، ويطلع لك اي توتوريال تقوم عامل له سيف وتقول هتفرج عليه بعدين، وتكمل بقى فيديوهات موتيفيشن موتيفيشن موتيفيشن. وانا بجد انا ضد فكره فيديوهات الموتيفيشن دي. انا يعني انا يمكن انا الكونتنت كريتور الوحيد اللي عمره ما هيديك بوزيتيف موتيفيشن، دايما هديك النيجاتيف موتيفيشن، لان هو الموتيفيشن هي حاجه مؤقته. يعني انا ممكن اقول لك يلا وانت تقدر، وقوم واشتغل واعمل وبتاع، تحس كده بسبايك دوبامين جات لك فجأة. بس لما السبايك دي تروح هتعمل ايه؟ يعني انت ما بتشوفش رحلة النجاح بتاعت الشخص ان هو بيوصل من ان هو ولا حاجة لان هو بقى حاجة عاملة ازاي؟ لان هي ما بتبقاش دايما اللي هو انا حطيت مثلا لنفسي خطة ان انا كل يوم هقعد اتعلم 6 ساعات وبعد 6 شهور هبقى وصلت للحاجة اللي انا عايزها. هي بتبقى ان انت في ايام انت اصلا صاحي مش قادر تقوم من السرير، او ان انت مش قادر تشتغل النهاردة، مخك قافل مش قادر تستوعب معلومات النهاردة، معكش فلوس، مفلس، ومحتاج، انا محتاج انجز، محتاج انجز، اعمل ايه؟ هل اللي انا بعمله ده الصح؟ هل الخطه اللي انا ماشي عليها دي هتوصلني لحاجه في النهايه؟ فكره الديسيبلين، ان انت حطيت لنفسك خطه وانت ماشي عليها ايا كان الاوتكم. انت طبعا انت ما تعرفش ايه النتيجه، انت ما تعرفش انت اللي هتوصل له يعني بعد ما تخلص خطتك دي هتوصل فعلا لحاجه ولا لا. بس ال الناجح اللي بجد هو اللي بيعرف ان هو خلاص يبقى ماشي على الديسيبلين. انا قلت ان انا هعمل كذا يبقى انا هعمل كذا، انا كل يوم هفضل مكمل في ده لحد ما at some point هوصل لحاجه. يجي بقى واحد يقوم مكلمني يقول لي طب هو انا لو اتعلمت الانيميشن بتاعكم ده هكسب فلوس بعد قد ايه؟ وانا مش عرفني، انا هعرف منين؟ هو انا الجن الازرق؟ او يجي مثلا حد يقول لي اصل انا مش عايز اتعلم كل ده واجي في الاخر الاقي ان انا ما كسبتش حاجه او ما عرفتش اجيب شغل او ايا كان. يعني هل احنا عارفين النتيجه؟ يعني هل احنا بنبقى عارفين ضامنين ان احنا هنوصل للنجاح؟ الشخص اللي نجح النهارده ده وهو في رحله السعي بتاعته كان بيبقى عارف ان هو هيوصل للنجاح؟ ولا انت بتبتدي تحط المجهود وبتسلم امرك لله بس انت مش عايز تتعلم؟ انت عايز احساس ان انت بتتعلم، انت عايز احساس ان انت في المونتاج او في الايديت اللي بينزل 30 ثانيه على التيك توك ده، اللي هو بيبقى كل حاجه فيه بتحصل بسرعه. بس انا مثلا لو قلت لك ان انت هتقعد تتعلم سنه كامله لحد ما تعرف تبدا تشتغل، تقول ايه سنه؟ لا يا عم. والفكره انت بتقول لا يا عم وبعدين ما بتعملش اي حاجه، انت بتفضل قاعد مفخد باقي السنه ما بتعملش اي حاجه، وتيجي بعدها بسنه تقول ياه لو كنت بدات السنه اللي فاتت كان زماني وصلت لحاجه. رغم ان انت لو بصيت لها من الناحيه التانيه هتلاقي ان انت قعدت في المدرسه مش عارف 10 سنين ولا 12 سنه، وقعدت في الجامعه برضو 4 5 6 7 سنين، وانت ما تعرفش انت هتشتغل حاجه بعدها. تتخرج تلاقي ان انت ايه ده انا لسه محتاج الم خبره ومش لاقي شغل وبتاع، وبعدين تنزل شغل مرتب قليل، وبعدين تدور على شغل احسن، وبعدين شغل احسن، وبعدين تترقى وي 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 والسلم ده. فاشمعنى بقى بتعمل كده في الوظيفه بس جيت عند الشغل الاونلاين واللي هو لا انا عايز الحاجه النهارده، انا عايزها حالا دلوقتي حالا؟ فده يرجعنا لنقطه الاستحقاقيه. ليه يا اسطى؟ ليه إيه اللي اوحم لك؟ ايه اللي اوحم لك؟ ايه اللي اوهام لك ان انت تقدر يعني؟ ايه اللي اوهام لك انت تستحق اللي هو يلا يجي مثلا حد يقول لك اصل انا تعبت في حياتي وحياتي كانت صعبه وبادئ من الصفر ومش عارف ماشي يعني كلنا تعبنا، انت مش مميز، محدش مهتم بمعاناتك. لازم تتفهم فكره ان محدش مهتم بمعاناتك. انا مش مهتم بمعاناتك، محمد مش مهتم بمعاناتك، فلان مش مهتم، محدش مهتم. معاناتك انت لازم تحلها بنفسك. مهما بقى تقعد تصيح لي في الكومنتات وتقول لي انت ما تعرفش ظروفي وانا حياتي صعبه وانت بتكلمنا من ورا الكاميرا انت مش حاسس بينا انا مش مهتم. مشاكلك لازم انت تحلها، مش انت اللي عايز تبقى في حته احسن يبقى انت لازم انت اللي تحلها. الاسوأ بقى ان انت تقوم جاي رازعني واحده اتعلم ليه؟ ما كده كده الاي اي هيبدلنا. يا لهوي يا اسطى بجد على حوار الاي، انا اتخنقت من موضوع الاي اي ده. الاي اي هيبدلنا يعني ده بيتنيل ينقلنا للنقطه الثالثه اللي هي الكبر. انت مش خايف من ان الاي اي يبدلك، انت بس لقيت يعني بص حجه ممتازه تعلق عليها شماعه فشلك. اصل الاي اي هيبدلنا، ايه الاي اي اللي هيبدلنا؟ هيبدلنا ازاي؟ استنى ثانيه واحده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف ممكن أساعدك اليوم؟ لو سمحت ممكن اكلم الاي اي؟ طبعا، أنا جاهز تماما إننا نكمل بالعربي. لو عندك أي موضوع أو سؤال في بالك قل لي وأنا معك. بقول لك انا في واحد رخم كده انا واقف معاه دلوقتي، كنت بقول له ان انا عايز اتعلم افتر افكت بس بيقول لي ان ما اتعلمش بقى لان كده كده الاي اي هيبدلني. انت ايه رايك في الحوار ده؟ ط- طبعا، يعني هو فعلا في تطور سريع في الذكاء الاصطناعي، بس لسه افتر افكتس أداة قوية جدا في السوق. فلو أنت مهتم بالمجال هتستفيد كتير، ممكن تتعلم الأساسيات وبعدين تطور مع الوقت. طب وعلى المدى البعيد انت ايه رايك في الحوار ده؟ صحيح، على المدى البعيد ممكن يحصل تغيير كبير، خصوصا مع أدوات الذكاء الاصطناعي اللي بتدخل في التصميم.
لكن لسه الناس بتدور على مصممين فاهمين افتر افكتس كويس، خصوصا في الاعلانات والحركات المتقدمة. فانصحك تكمل، بس خليك دائما متابع للتحديثات. يعني انت شايف ان انا لو بدأت مع الوقت بقيت مستوايا ادفانسد، مش هتبدل في شغلي؟ بالضبط. لو ركزت على الأساسيات وبنيت مهارات قوية في افتر افكتس حتفضل عندك قيمة حتى لو ظهرت أدوات جديدة. وطبعا ممكن تضيف مهارات ذكاء اصطناعي بشكل تكميلي بحيث تفضل أنت مميز في السوق. حبيب قلبي شكرا. اللي هو يا اسطى بجد، هو احنا فين وان الاي اي يبدلنا فين؟ وهل عمال ما الاي اي يبدلنا ما تعرفش ان انت تعمل لك لوكشة فلوس حلوه كده من الحاجه اللي لسه متاحه دي؟ يعني انت ايا كان اللي انت هتتعلمه النهارده، لازال عندك فرصه ان انت تجمع منه مبالغ محترمه لما الاي اي يظهر، تبقى انت بالفعل خلاص طلعت باستفاده منه وتخش على المرحله اللي بعدها. وليه فاكر ان معنى ان الاي اي هيبدلك في نقطه معينه ان انت هتقف لحد هنا ومش هتشتغل؟ ما انت هتشوف حاجه جديده، بس تشوف حاجه جديده وانت مفلس ولا تشوف حاجه جديده وانت معاك فلوس؟ وغير كده احنا مجالنا مجال فني، مين قال لك اصلا ان الاي هيبدلك انت تحديدا؟ يعني هيبدلك في ايه بجد؟ انا نفسي افهم. انا حاسس ان كل الناس اللي بتقول الاي اي هيبدلنا دي عمرها ما استخدمت اي تول اي اي في حياتها مثلا، او اللي هو بيستخدم شات جي بي تي نفس الاستخدام العبيط اللي انا لسه مستخدمه ده، يقول له عايز 2 كيلو بطاطس مثلا وعايز وصفه البطاطس المهروسه. يعني انا دلوقتي عايز تعالى نتخيل مع بعض. انت دلوقتي في عميل محتاج موشن ديزاينر او محتاج لا سيبك من فيديو ايه، فيديو انت خلاص اتبدلته اساسا. في عميل محتاج موشن ديزاينر حلو. فالعميل ده هيخش كده، هو هيفتح التول وهيقول له يلا اعمل لي فيديو موشن 1 2 3 4. طيب تعالى كده نفكر، ايه التول اللي العميل هيستخدمها؟ امم هل العميل هيقعد يدور على ايه احسن تول يستخدمها للموشن ديزاين؟ ماشي، دي اول نقطة. تاني نقطة، هل العميل ذوقه حلو؟ يعني هل العميل هو هل العميل بيعرف يكتب برومبت؟ مش شرط. طيب هل العميل فاهم موشن؟ فاهم ايه اللي بيخلي فيديو موشن حلو وايه الفيديو ايه اللي بيخلي فيديو موشن وحش؟ فاهم الستوري تيلينج بتاع فيديوهات الانيميشن؟ فاهم. طب سيبك من كل ده، هل العميل هيقعد يدفع اشتراك يقول لك اه والله انا محتاج اشترك في كلود، وبعدين محتاج اشترك في هيكس فيلد، ومحتاج اشترك في افتر افكت، وبعدين محتاج ان انا اجيب البلجن بتاعت هيكس فيلد افتر افكت، ومن بعدها كاتب بتعلم اكتب برومت عشان اخلي ان هيكس فيلد يعمل لي الانيميشن جوه الافتر افكت؟ هو بقى هيدفع 3 اشتراكات ولا 4 اشتراكات عشان يعمل الحاجه اللي هو عايزها. العميل اللي جاي اصلا بيدفع لك عشان يسهل على نفسه حياته. يعني هو العميل بيجي يدفع لك علشان انت بتستخدم افتر افكت ولا بتستخدم دافينشي ولا بتستخدم معرفش ايه؟ هو ماله؟ هو حتى لو انت بتستخدم اي اي هو ماله؟ هو بيدفع لك عشان انا عايز اند ريزلت معين، انا عايز ان انا النتيجه النهائيه. انت لما بتيجي تروح بتشتري بطاطس، مش بتساله انت جايب البطاطس دي شايلها على ظهرك ولا شايلها على العربيه، انت بتقول له انا عايز بطاطس، انا عايز البطاطس وخلاص. مش عارف بصراحه ايه حكايتي مع البطاطس النهارده، بس هي المثل الوحيد اللي عمال بيجي في دماغي يعني. فمن الاخر يعني اللي هيبدلك مش الاي اي ذات نفسه لو انت موشن ديزاينر، يعني اللي هيبدلك موشن ديزاينر بيستخدم الاي اي، ان انت هتبتدي تضيف الاي اي في شغلك. يا ريت ما تنساش ان احنا في زفت مجال فني، مجال ابداعي. يعني انت اللي هيتبدل فعلا هو ممكن البيجنرز، الحاجات اللي هي تاسكات سهله. لكن انت عايز تقنعني مثلا ان شركه كبيره بملايين محتاجين يعملوا اعلان يكون قنبله كرياتيفيتي، هيجيبوا حد يكتب برومت؟ هيجيبوا حد فنان؟ هو بقى الفنان ده بيستخدم ايه؟ بيستخدم اي اي او بيستخدم برامج دي مش بتاعتهم هم اللي ليهم، انا عايز الريزلت النهائي. فانت تيجي تقول لي طيب ماشي، ما انا مش فنان للدرجه. ما تتعلم يا اسطى عشان تبقى فنان للدرجه. ما تتعلم، وبعدين لما انت تتعلم الاي اي، انت بتقول لي مثلا دلوقتي الاي اي هيبدلنا، ماشي، عملت ايه؟ اتعلمت ايه بدل ما تتعلم الافتر افكت او ايا كان؟ انت قعدت اتعلمت ايه؟ اتعلمت اي اي؟ انت فتحت خدت كورسات اي اي؟ ما خدتش. طيب رحت اتعلمت اي مهاره تانية؟ امم طب رحت مثلا اتعلمت لغه او حاجه؟ طب الجامعه، اخبار الجامعه ايه؟ مركز في الجامعه؟ بتحوش؟ معاك فلوس؟ طب انت بتعمل ايه؟ يعني بتعمل ايه؟ ما انا معاك في حجه الاي اي هيبدلنا، انا ما عنديش مشكله، انت صح. بس انت بقى عملت ايه؟ انت بتعمل ايه طالما كده كده الاي اي هيبدلنا؟ ولا انت بقى مستني هتوصل لمرحله الافلاس بقى كمان 5 سنين وهي هتنزل تشحت؟ يعني هتنزل تشحت بس لا طبعا الكبرياء واخدك، ازاي انا هتعلم ابدا من الصفر ولسه بقى ابدا واعمل؟ لا، انا اعلى من كل ده. ليه اتعلم اصلا؟ نفس فكره الكبر دي اللي هي ايه برضو بشوفها اما حد مثلا يجي يقول لك انا هتعلم من واحد اصغر مني. يعني عشان دي بقى انا كنت بواجهها انا مثلا اول ما بدات بشرح زفت افتر افكت، احنا هنتعلم من ده اصغر مننا يا عم وبتاع. تخيل المشكله دي ما اتحلتش غير لما ربيت شنبي. ايه يا جدعان ده؟ ايه التخلف ده؟ فانت بتتكبر على فكره ان انت تتعلم عموما. انت اوهمت نفسك ان الانترنت ده سبوبه.
هي سبوبة. وده بينقلنا للنقطة اللي جاية ألا وهي الطمع. أنت عايز تعمل فلوس كتير من غير ما تعمل أي مجهود. وبص يعني هو أنا فاهمك إن أنت دماغك اتغسلت من كمية الفيديوهات اللي هي دي عربية اشتريتها بعد أسبوعين من مش عارفة إيه، ده اليخت بتاعي جبته بعد 3 ساعات من التداول. أو فيديوهات اللي هي في ساعات كده وأنت بتقلب على التيك توك بيطلع لك إعلان يقول لك اربح من 2000 ل 3000 جنيه يوميا. بتخش تسجل على مش عارفه ايه، بتتفرج على فيديوهات او بتبعت لحد على التليجرام حاجه، يعني حاجه هي حاجه زي كده بتطلع لي كتير قوي. فاللي هو خلاص احنا اتحفر في دماغك اللي هو ايه، ان اي حد شغال على النت فهو اصلا. يعني ايه شغال على النت؟ يعني فكره اللي هو ايه ده شغال على النت، يعني هو شغال بيعمل ايه؟ ما هو الشغل على النت ده سكيل، لازم يعني لازم يبقى معاك سكيل ان انت مبرمج، جرافيك ديزاينر، موشن ديزاينر، فيديو اديتور، ايا كاي حاجه. يعني هي في مجالات على فكره، في مليون مجال تاني غير اللي انا بقولهم دول، هم اشهر مجالات. بس مثلا في جيم ديفلوبر، مثلا في حاجات كتير، بس لا احنا اختصرناهم كلهم تحت فكره ده شغال على النت. عارف انت الصوره بتاعت القرد اللي هو ماسك اللاب وعامل كده، هو ده شغال كده، شغال على النت. وده بقى يعني برضو بقى انا بشوف كتير قوي في الناس مثلا اللي هو ايه، اما اقول لهم مثلا ان انا شغال موشن ديزاينر او انستراكتور او ايا كان، فيجي يقول لك عارف بيبص لي بصه كده اللي هو ان انا ما بشقاش. يعني انت انت شغال على النت بتاخد فلوس من الراوتر وبتقول لي ان انت بتتعب في حياتك، انت قاعد طول اليوم على كرسي. ايه التعب؟ ايه التعب في كده؟ انت بتاخد فلوس ببلاش. انت لازم عشان تستحق ان انت تكسب فلوس تبقى بتصحى كده كل يوم الساعه 6 الصبح، تنزل فاهم ترش ميه قدام المحل بتاعك وتقعد 12 ساعة متذنب مثلا شغال. ده كده انت شقيان عادي شغال. لكن تفتح لي لاب وانت قاعد في كافيه وبتاع وبتشرب ايس كوفي وتسمي لي نفسك شغال؟ ايه يا عم انت مجنون ولا ايه؟ فاحنا خلاص حطينا في دماغنا فكرة شخص شغال على النت ده شخص ما بيشوفش اي شقة في حياته. طيب تعال كده نفكر فيها. هل لو الموضوع بالسهولة ديت كان زمان في ناس مثلا بتشحت، او كان زمان في ناس مش لاقيه تاكل، او كان زمان ان في طبقات عامه. يعني انت لازم تفهم ان مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه بتيجي بالساهل. يعني اصلا لو في حاجه جت بسهوله هي كيكه هتروح بسهوله. انت ما تعبتش فيها، انت ما حسيتش بقيمتها. ليه؟ ما هو دايما بيقول لك ايه، ايزي كام ايزي جو. ليه ايزي كام ايزي جو؟ عشان انت ما تعبتش في الحاجه دي، فمش مش فارقه معاك للدرجه. على عكس انت لما بتشقى في الحاجه وتتعب فيها بتلاقي ان انت اللي هو ايه، كل جنيه بتصرفه انت اللي هو كده ماسك فيه شويه. يعني حتى لو انت شخص مبذر او شخص مسرف، بتفضل مسرف زي ما انت، بس من جواك حاسس بالذنب. يعني لكن لو هي بقى حاجه جايه بسهوله قوي انت مش هتحس بالذنب، وعادي اصرف بعطر، ما هي كده كده بتيجي بسهوله. بس للاسف يعني انا كان نفسي والله لو هي كانت سهله كده، ليه هعلمك اصلا؟ ليه هطلع مثلا ادي كورسات؟ ما اخد انا كل ده لوحدي. وده اللي انا بستغربه في الناس اللي هي تقول لك ايه، انا عرفت طريقه اكسب بيها مليون جنيه في الشهر من على النت، اشترك معايا ب 5000 جنيه وهقولها لك. فاللي هو طب ما انا لو عارف الطريقه اللي بعمل بيها مليون جنيه، هعمل مليون جنيه ليه هبقى عايز كلنا يبقى معانا مليون جنيه؟ ده حتى لو احنا كلنا معانا مليون جنيه كده المليون جنيه ملهاش قيمه. يعني ما هي انت لو انت دارس 5 دقايق ايكونومكس هتفهم مفيش حاجه اسمها كده. انت كده بقيت عامل زي الناس اللي هي تقول لك ايه، ما نطبع فلوس زياده ونسد كل الديون اللي علينا. يعني احنا فعلا هنروح للبنك نخليه يطبع لنا فلوس كتير وخلاص كده. ده مفيش حاجه اسمها كده. فانت لازم هتبذل مجهود. معلش انا اسف حقك عليا والله، بس معلش هنتعبك شويه. ومن ضمن بقى الحاجات اللي برضو في نقطه الطمع دي بتضايقني قوي، وهو الطمع في ان انت مش عايز ولا شغلانه تروح منك، فانت هتقبل باي حاجه. وهنا بقى مش بتكلم على ان انت هتقبل بفلوس قليله، لا انا بتكلم على ان انت هتقبل بان انت تبيع مبدأك. نستعد بقى للخناقه اللي هنخشها في الكومنتات دلوقتي. الناس اللي بتشتغل بمزيكا، انا ممكن اتفهم ان انت شخص بيحب يسمع مزيكا، ودي حاجه ترجع لك طبعا، ما بقولش ان ده عادي او صح او ايا كان. بس ان انت تشتغل وتحط مزيكا في شغلك، آه، طب يا اسطى هو مش احنا عارفين ان المزيكا حرام؟ تيجي تقولي لا ده في خلاف، وفي شيوخ قالوا وفي شيوخ ما قالوش، في العلماء اختلفوا وفي بتاع. طيب هي حاجه عليها خلاف، يعني انت مش متاكد. طيب تعالى كده نفكر. انا مثلا بعد ما عمر طويل، يعني انا مثلا فضلت عايش 70 سنه مثلا وعمال بسمع مزيكا بسمع مزيكا بسمع مزيكا ومت، هبقى خدت ذنب انا ليا لوحدي انا. ال70 سنه سماع مزيكا ذنوب انا خدتها ليا لوحدي انا. تعالى كده نتخيل ان انت بقى انت كل شغل بتعمله مع كلاينتس، انت هدفك كفيديو اديتور او كانيميتور ان انت عايز تعمل فيديو فايرال، فيديو الناس كلها تشوفه. فانت حطيت مزيكا، الفيديو جاب مليون مشاهده مثلا. فبدل ما انت كنت نفترض يعني ان الموضوع في الاخر طلع حرام، واللي هو حرام بالمناسبه يعني، انت خدت ذنبك وذنب المليون بني ادم التانيين.
ومش بس كده، واحد مثلا سمع الاغنيه في الفيديو بتاعك وجي قال لك ايه ده، ده الاغنيه دي حلوه قوي. اما اشغل كده برنامج اللي بيعرفني اسامي الاغاني ده واخش بقى اسمع الاغنيه، ايه ده الفنان عنده اغاني تانية اما نسمعها، ده الفنان نزل البوم جديد، ده في حفله، اصل انا بقى هاخد الحاجات دي كلها وانزلها عندي ستوري عشان صحابي يعرفوا قد ايه انا روش وبسمع اغاني جامده ومفيش مني اتنين. وهكذا بقى، هكذا انت عملت جنريت، عديت ذنوب عديت ذنوب عديت ذنوب ونقطه بقى الخلاف بتاعت هي حرام ولا مش حرام ديت. طبعا انا مش شخص اللي عنده العلم الكافي ان هو يعني انا مش شخص اهل ان انا اطلع واقول ابقى الداعيه اللي بيقول ان ده الصح وده الغلط. في ناس احسن مني كتير قوي، انا لا اصلح ان انا اكون هذا الشخص. ودي حاجه تضايقني، دي حاجه ما تفرحنيش يعني، دي حاجه تضايقني ان الواحد يبقى معلوماته في الدين بتاعته في الدين بتاعه قليله للدرجه. بس هل ال 100 دولار زياده او ال 200 دولار زياده مستاهله الريسك؟ او هل مثلا الاوردر ابو 1000 دولار اللي هيضيع منك عشان انت مش عايز تشتغل بمزيكا يستاهل الريسك؟ يعني انا مثلا اسمع عن واحد يقول لك ايه ده كان امين طول حياته، بس وعمره ما كان ياخد رشوه، بس اتعرض عليه رشوه مثلا مليون جنيه فقبل. لو هتيجي تبص تقول يا ده واحد ضعف قدام مليون جنيه مثلا، او ده واحد ضعف قدام 5 مليون جنيه، ده واحد ضعف قدام مش عارف ايه، بس انت ضعفت قدام ايه يا اسطى؟ قدام 1000 دولار. وانا مش بقول يعني ان هو لو كان مبلغ كبير ده عادي، لا يعني مش قصدي كده، بس اللي هو ايه، فكره اصل يا اسطى لو انا قلت لا الكلاينت هيمشي، ما يمشي يعني ما يمشي، هو جاي مين اللي جابه لك؟ ربنا. يعني في اله، ربنا جاب لك الكلاينت ده رزقك. انت دلوقتي لقيت ان الكلاينت ده طالب منك حاجه غلط، حاجه حرام، فتقول لي اصل هو لو مشي مش هيجي غيره، ما يولع يا عم. بعدين ما هي الدنيا اختبار اصلا، ما هي مش المفروض ان الحياه تبقى سهله وورديه وكل يوم حلو؟ يعني مش ده الطبيعي، ما هو بقى اسمه اختبار ليه؟ وفي نفس الوقت لو انت حتى لو انت مثلا بتعمل الحاجه الغلط دي مع نفسك، هل انت للدرجه دي سهل ان انت تبقى في فلوس حرام داخله جيبك؟ يعني تقول لي لا يا عم مش حرام وانت كبرت الموضوع بتاع، طيب في شك ان هي حرام، ده عادي. وانا ازمتي هتبقى اكتر برضو مع الفيديو اديتورز، يعني انت كفيديو اديتور انت بس ما بقتش بس مسؤول عن الصوتيات، يعني احنا مثلا كانيميتورز انا مسؤول عن الفيجوالز، وانا في الاغلب الفيجوالز انا اللي بعملها، فانا ببقى عارف ان انا بعمل حاجه ما فيهاش حاجه غلط. والصوت بحط ساوند ديزاين وبتاع، خلاص مش حطيتش مزيكا انا شلت من عليها اي حاجه. والفكره نفسها بقى، الفكره اللي احنا بنبيعها، ما هو الفكره اللي احنا بنبيعها دي برضو في حد ذاتها ليها برضو تاثير. ما انا مثلا ما بقاش بعمل اعلان لموقع نصب واقول لك اصل الاعلان ذات نفسه ما فيهوش حاجه. فنيجي بقى للفيديو اديتورز، انت الفيديو اديتور انت مسؤول عن حاجات كتير جدا. فممكن بقى مثلا فيديو فيه واحد مش لابس كويس، في واحده مش لابسه كويس، في حد كان بيشتم في الفيديو مثلا، فانت تيجي تقول لي الحوار ده انا اتخانقت مع كميه ناس عليه في الستوري، فالحوار ده مقرف بجد. يقول لك اصل دي قراراتهم، هم حرين، هم اللي اختاروا ان هم يلبسوا كده وانا ماليش ان انا اغير فيهم. ماشي يا اسطى، ما انا عارف انت مالكش ان انت تغير فيهم، احنا مش هنجادج، احنا مالناش ان احنا نجادج، بس انت ليك ان انت تقول انا مش عايز اشتغل في ده. انت ليك ان انت ما تساهمش، انت شايف ان هم عملوا حاجه غلط، انت ليك ان انت ما تساهمش في انتشار الغلط دوت. يعني انا مثلا دلوقتي عايز افهم، هل لو انا فيديو اديتور بعمل فيديوهات جيم، خلاص فيديوهات الجيم ما تحلاش غير وانا مبين بطني، ولا مبين خلاص الكوادز هتموت يا اسطى وتبين الكوادز؟ انت الناس مش هتعرف ان انت مدرب اونلاين غير لما تبين لنا في خدك. ما اهو بص اونلاين اهو، لو عايز تشترك معايا دي ام، عايز تعمل كده، اهو بص باينه من غير ما اقلع، مش لازم اقلع على فكره. وفي ناس كتير جدا نجحت من غير ما تطلع تبقى بتقلع وبتاع. ما انت عندك مثلا في الولد اللي هو بتاع فرج الماوي والحاجات ديت، ما هو بقى من اكبر صناع المحتوى بتوع الجيم، ما عمرناش يعني شفناه ولا مبين لنا في خده ولا مبين لنا بطنه، وعادي والدنيا ماشيه. ما بيحطش مزيكا في الفيديوهات، لو بيعمل فلوج بيبلور اي حد معدي من وراه وعادي. وده مش شوت اوت او حاجه، لان انا يعني انا مش متابع ناس كتير عامه مصريين او عرب في حته الجيم، بس اهو ناس امثله حقيقيه موجوده. تيجي تقول لي اصل انا مش هعرف اعمل كونتنت من غير ما احط الساوندات الفايرال، هي الساوندات الفايرال دي ومش عارف ايه. يا اسطى انا جبت 32 الف متابع على الانستجرام ومن غير ما احط اي مزيكا، ما حطيتش مزيكا في ولا فيديو ولا فيديو. يعني ايه بجد؟ ممكن بقى يعني انا دلوقتي اديت مثال بفيديوهات الرجاله بتاعت الجيم عشان انا مش عايز اخش في الخناقه بتاعت بقى الفيديوهات اللي فيها بنات، عشان ده في حد ذاته هيبقى خناقه كبيره قوي. بس لو انت فيديو اديتور اتمنى تراجع نفسك في حاجات كتير قوي من اللي انت بتشتغل عليها، عشان فكره اللي هو ايه انا ماليش دعوه وهم اللي لابسين كده وهم اللي عاملين كده. انت بجد انت بتودي نفسك في داهيه. مش مصدقني ايا كان اللي انت بتكسبه هو مش مستاهل خالص. وصدقني ده السبب اللي مخليك مش عارف تتقدم في حياتك، يعني انت مش عارف تقب على وش الدنيا بسبب كده. يعني انت جرب كده، جرب ان انت تتخلى عن الحاجات دي،
ممكن تقعد فترة مش لاقي شغل، او تقعد فترة الدنيا مزنقة شوية، بس افتكر ان انت بتعمل لاخرتك قبل ما تبقى بتعمل لدنيتك. اما تيجي كده بعد عمر طويل ويجي يوم الحساب، تلاقي ان انت شلت من عليك ذنوب قد كده كان ممكن تاخدها. صدقني انت هتبقى مبسوط ومش هتندم على الحبه اللي انت قعدتهم في حياتك تعبان. وعلى فكره انا سبت الفيديو اديتنج بسبب الموضوع ده. سبت لان انا كنت زمان فيديو اديتور، وكنت بحط مزيكا في شغلي، وكنت ما بهتمش اللي طالع في الفيديو ده بيشتم ولا مش بيشتم، اللي طالعه في الفيديو دي لابسه عامله ازاي، انا مش فارق معايا، انا بمنتج فيديوهات جيمنج، ماليش دعوه بقى الستريمر ده عامل ازاي. وده في حد ذاته كانت مشكله. بحمد ربنا ان الفيديوهات دي النهارده اتمسحت. يعني انا كل الفيديوهات اللي انا اشتغلت عليها صاحب القناه مسح القناه، انا كنت مبسوط بشكل. يوم ما هو مسح القناه بجد كنت عايز اعمل فرح. ف والالعاب ذات نفسها، يعني الالعاب انت مثلا بتيجي تشوف الالعاب بتاعت دلوقتي، كل الشخصيات اللي في الالعاب مرسومه بشكل مش كويس. هتيجي تقول لي طب ما هنعمل ايه، وهم اللي عملوها كده، وهو الشغل كده، وانت مالكش دعوه، انت موظف، او انت شغال. هو العميل عايز كده، هنعمل له ايه؟ لو انا ما عملتهاش في غيري هيعملها. ايه يعني؟ ايه؟ ماشي يا عم، سيب غيرك ياخد الذنب، انت مالك؟ لو انا مثلا اقول لك المخدرات دي لو انا ما شربتهاش في حد غيري هيشربها، اجي اقول لك ممكن ادي امثله بحاجات زي دي كتير. وبيستفزني برضو في رد قبل كده جالي كان بيقول لي ياسر انت عمال تقول لنا ما نستخدمش مزيكا، ما نستخدمش مزيكا، انت يعني ما بتسمعش مزيكا وانت شغال؟ بتسمع ايه يعني وانت شغال؟ يعني مش معنى ان انا ممكن اكون بعمل ذنب ان انا لازم اشاركه معاك يا تيس يعني. ايه دخل ان انا ابقى وقعت في خطيئه معينه فان انا لازم اشيرها؟ وانا ليه لازم نطلع بوساختنا على النت؟ ما يعني لو الواحد يقول لك ايه، انت دلوقتي بتعمل حاجه غلط، اتدارى. يعني اذا بليتم فاستتروا، خبي نفسك يا اخي. وبعدين انت خلاص لازم نشير المزيكا مع الناس كلها. المزيكا يا اسطى، بص الاغنيه دي بجد معبره. لما الفنان قال شعشع دربن دعدر بعدر شعشع دربن دو نمت، انا حسيت بص خلاص لمست الحته دي. اسمعها لوحدك. عايز اسمعها لوحدك بعيدا عن الهبل اللي انا لسه قايله ده، اسمعها لوحدك. بص انا عندي اختراع هيجننك دلوقتي حالا. بص استنى. بص خدت الذنب لوحدي، انا مش بسمع حاجه اصلا، ما خدتش ذنب خالص. مش لازم خلاص، ما حبكتش. انا عارف ان انت هتموت على ان انت تعمل ايديت للاغنيه الحزينه انت لسه حبيبتك لسه سايباك وخلاص وقلبك مقطوع وبتاع وعايز تعمل ده. معلش مش لازم النهارده ان احنا نشير بابليك كده لكل الناس. يلا يا جماعه احنا بنعمل ذنب، يلا. وخد بالك انا مش بتول برضه، يعني انا بقع في حاجات كتير قوي من الحاجات ديت. بس الواحد بيحاول يستخبى، يعني انت فاهم. اكيد شاب زيك، اكيد عندي مصيبه، ما عندي بلاوي كتير جدا، بس ربنا سترها عليا. و... وفي نفس الوقت انا لازم اقدر ان انا عندي فولورز كتير، لازم احاول اهتم قوي بالشكل اللي انا بطلع بيه. يعني نفترض يا عم، نفترض ان انا فعلا بسمع اغاني او ايا كان. ليه اعرف 32 الف بني ادم ان انا بسمع اغاني، وبص الفنان دوت ومش الفنان دوت ومش عارف ايه؟ على فكره ممكن الشخص اللي بينصحك ده يبقى اكتر شخص مهووس بالاغاني، بس هو مش عايزك تبقى زيه. ممكن الشخص اللي بينصحك باي حاجه عامه هو اكتر شخص بيقع في الغلطه ديت. يعني انا عايز بس الناس تفهم ان انا مش معنى ان انا بطلع اعمل فيديوهات بنصح فيها بحاجه معينه ان انا احسن من حد، بل بالعكس. يعني يمكن انا اسوأ انسان في الدنيا، بس مش لازم اطلع نفسي بالصوره ديت. ممكن اطلع نفسي بصوره كويسه. واكيد برضو بيبقى ان انا مثلا متصور صوره حلوه في الجيم وعايز انزلها واحط المزيكا الجامده البوم طخ وبتاع وساعات بعمل كده وبعمل بندم وامسح بعدين يعني الفكره كلها ان انت ما تبقاش بتتباهى بالحاجه. عارف انا بحترم مين قوي؟ بحترم الناس اللي تيجي تقول لي انا عارف ان ده غلط، انا بس لسه مش قادر ابطل اعمله. ما بقولش طبعا ان ده صح، انا بس بتكلم ان انا كاحمد اللي هو شخص ملهوش اي قيمه يعني. بس بحترم الناس ديت لمجرد ان هو مش بيحاول يقنعك بالحاجه. امتى ابقى قرفان منك؟ اما تيجي تقول لي لا على فكره هي مش غلط، انت من جواك عارف ان هي غلط، بس انت عايز تبرر او تدافع علشان ما تحسش ان انت لوحدك اللي بتعمل الغلط ده. فاللي هو عادي قال يعني احنا هنتحاسب كلنا مع بعض. انت في الاول وفي الاخر انت هتتحاسب لوحدك. فلو انت مثلا انت ممكن تبقى قاعد مع واحد مدخن و تيجي مثلا تقول له ايه ده ما تجيب سيجاره، يقول لك لا
مالكش دعوه بالحاجات دي، غلط، ما تشربهاش. بحترم جدا الشخص ده. على عكس مثلا الشخص اللي بيبقى بيدخن، وتيجي مثلا لو كلمته وقلت له انت عارف ان التدخين ده غلط وحرام وبتاع، يقول لك لا على فكره مش حرام، ده نبات ربنا. انا عارف انت الفيديو بتاع ده نبات ربنا يعني. ايه الحرام في ان انا بدخن النبات اللي ربنا عمله لنا وبتاع؟ احترم شخص زي ده ازاي؟ يعني هل انت للدرجه دي مش قادر تبقى صادق مع نفسك ان انت بتعمل ذنب؟ اصل هو كده كده البني ادم بطبيعته خطاء، يعني احنا بطبيعتنا البني ادم خطاء. وانت بتغلط وبعدين تتوب وبعدين تغلط وبعدين تتوب وبعدين طول ما انت دي رحلتك في حياتك عامه يعني. ففكره بقى ان انت تبقى بتغلط وتقول لا اصل اللي انا بعمله ده مش غلط، ما تكبر يا اسطى يعني. اعقل كده. مفيش عيب في ان انت تقول ان انا كنت غلط وهحاول ان انا ما اكررش ده تاني. بس انت طبعا انت طماع، انت عايز كل حاجه، انت عايز ان انت بص تبقى البني ادم اللي مفيش منه اتنين. وعندنا برضو طمع في حته تانية. طبعا احنا بقالنا حبه بره موضوع الحلقه شويه، بس هي كان لازم، كنت عايز اتكلم في الموضوع ده بقالي شويه، وانا حر يعني، دي قناتي اعمل اللي انا عايزه. عندنا بقى فكره الطمع في اللي هو ايه، اشتراك البرامج. تيجي تكلم حد تقول له انت ما ينفعش تستخدم برنامج كراك، يقول لك ايه، ادفع ليه؟ ما البرنامج في مليون واحد منزله. ما كل الناس بتعمل كده. كلمه كل الناس بتعمل كده دي بجد بتخليني انا عايز اقلع اللي في رجلي ورازع اللي انا بتكلم معاه، اللي هو يعني ايه كل الناس بتعمل كده؟ هو انت هتتحاسب مع كل الناس؟ انت يجي او مثلا يجي برضو واحد مستفز يقول لك اصل دي شركه امريكيه هما بيكسبوا قد كده، او دي شركه تبع اللي ما يتسموش مثلا فاسرقهم عادي، يعني كان احنا ان احنا نسرق من الحرام يبقى عادي. ما تستخدمش البرنامج. مش هي الشركه وحشه قوي كده؟ ما تستخدمش البرنامج. يقول لك اصل ما فيش بديل. يعني انت خلاص انت محتاجه ادفع له. ما هو تخيل كان انت عملت منتج وتعبت فيه وحطيته للناس بفلوس، وجه في الاخر واحد جه سرقه، انت مش تبقى متضايق؟ تيجي تقول لي انا المفروض ان انا امتلك البرنامج، ليه ما ادفعش فلوس مره واحده اشتريه؟ ماشي، هي حاجه وسخه فعلا، انا معاك. وكان نفسي ان احنا نقدر نشتري البرنامج مره واحده وخلاص. بس هي الشركه بقى المقرفه دي هم عندهم اللي احنا عايزينه، وهم عملوه باشتراك. عايز تستخدمه استخدمه، مش عايز روح لاي حاجه تانية. تقول لي مفيش بديل؟ لا في بديل، في مليون بديل. في برنامج اسمه كافالري ببلاش، اسمه هحط اسمه عشان مش عارف انطق اسمه ازاي. في دافينشي، في منه نسخه ببلاش. في يعني في كذا حاجه. هاجي مثلا تقول لي اصل الفوتوشوب ملوش بديل، ليه بديل اسمه جيمب. الالستريتور ملوش بديل، ليه بديل برضه. وفي كان في صوره كده مشهوره على النت تقول لك كل برنامج وبديله. وتيجي تستخدم البديل تلاقي ان انت بتستخدم حاجه عره، حاجه مقرفه. فتستوعب انت ليه بتدفع فلوس الحاجه دي. وبعدين يا اسطى ايه ال 1500 جنيه بتوع الاشتراك البرنامج؟ يعني هي لو انت اجتهدت بقى شويه في شغلك، يعني انت لو انت سمعت بالنصائح واجتهدت شويه في شغلك وطورت من نفسك، هتوصل لمرحله ان شاء الله ال 1500 جنيه دي ما تبقاش مبلغ بالنسبه لك، هيبقى عادي. بس لا، اجي اقول لك انت هتشترك في برامج تحس ان انا شتمتك. اجي اقول لك يا اسطى انت الساوند افكتس اللي انت بتستخدمها دي مسروقه. انت مين اللي اداها لك دي؟ تقول لي ده في واحد على الانترنت قال لي اكتب مش عارف ايه في كومنت وابعتها لك. طب هو جابها منين؟ هو اشتراها؟ او برضو يجي مثلا حد يقول لك ايه، انا على فكره انا مشترك مع ادوبي، انا واحد صاحبي مشتركين في اكونت. هي الشركه عامله اكونتات تزاوج يعني؟ ما هي الشركه عامله لك اكونت بيتفتح على جهازين عشان انت عندك لاب وعندك كمبيوتر. ده الطبيعي يعني بتاع اي كرييتيف، ان هو مش الطبيعي يعني، مش قصدي ان ده الطبيعي، بس اغلب الكرييتورز بيبقى معاهم لاب عشان لو هيشتغلوا بره، ومعاهم كمبيوتر في البيت. فانت قمت جاي واخد الاكونت وفتحته انت واحد صاحبك. ايه يا اسطى، فين يعني وانت انت كده اقنعت نفسك ان ده كده بقى عادي؟ او الاسوأ بالنسبه لي من ده اللي يجي يقول لك مثلا ايه، انا مشترك مع واحد بيديني الاشتراك ب 300 جنيه وعلى اكونتك الشخصي مش على اكونت حد غريب. هل هو ابن خالة ادوبي مثلا؟ هو معاه وصلة نت منهم؟ يعني ايه ليه هو معاه سعر ارخص؟ يعني هو ليه جاب لك الاكونت مثلا ب 200 جنيه ولا ب 300 جنيه؟ هو جايب وصلة من الشركة. ما هو زي موجود على الموقع ب 1500 جنيه ولا مش عارف بكام. وبينزلوا عروض مثلا كل هالوين ولا مش عارف كل كريسماس، يقول لك احنا عاملين عرض 50% ولا بتاع. ما تشترك يا اسطى. ايه الحلول الغريبة دي؟ وغير كده ما ده شغلك يعني، ده شغلك انت. لو انت مثلا جايب عربيه شغال عليها اوبر، مش لازم هتغير لها زيت كل فتره ولازم تحط لها كل يوم بنزين وتصرف عليها ده في ده وده وده وده؟ اشمعنى بقى جيت لحد شغلك انت واللي هو لا انا ما ادفع اشتراكات برامج؟ ايه يعني ادفع اشتراكات برامج ازاي؟ ما ده اكل عيشك، ما تدفع زفت اشتراك برامج. او يجي مثلا تكلمه تقول له ايه، انت لازم تشتري جهاز ب 50,000 جنيه مثلا، ولا ابدا يا عم بجهاز ب 10,000 جنيه ولا ب 20,000 جنيه، هيقرفك ويقعد يعلق معاك في كل حاجه وبتاع، وابقى طور عليه بعدين. ايه وانا ادفع فلوس، لسه هدفع فلوس في بتاع ومش عارف ايه؟ يجي يطلع لي بقى واحد من تحت الارض يقول لك ده انا بمنتج على التليفون. العيال اللي بتمنتج على التليفون دي برضه ببقى عايز اقلع اللي في رجلي اديهم على دماغهم. انا ما عنديش مشكله معاهم.
عنديش مشكله معاهم لو هو ايه يقول لك بص والله ده شغلي على التليفون، وبحاول ان شاء الله واحده واحده كده احوش واطور من نفسي واشتري كمبيوتر. مفيش اي مشكله يا باشا، ربنا يوفقك بجد. عاش ان انت بتجتهد ومستحمل القرف بتاع ان انت تبقى ماسك تليفون كده وعمال بتمنتج عليه او ايا كان يعني. انا عندي مشكله مع اللي يجي يقول لك ده شغلي من على التليفون يا بتوع الافتر افكت. يا اسطى شغلك زي الخرا، شغلك وحش قوي بجد، واحنا بنبقى بنجاملكم ونقول لكم انتوا شغلكم جميل وبتاع عشان بس عايزك تتشجع لحد ما توصل ان انت ربنا يكرمك وتشتري كمبيوتر او ايا كان. بس فعلا فعلا الوحيدين اللي شغلهم كويس من على التليفون الهنود. لو انت مش هندي فايه اطلع بره، ما تقوليش بقى ده شغل من على التليفون ومش شغل من على التليفون وبتاع. اه انا اتعنصرت عليك دلوقتي ان انت مصري، وتخيل اتعنصرت عليك بمين؟ بالهنود. انت فاهم؟ حاسس ان انا وحش قوي في اللي انا لسه قايله ده. فيعني ممكن نبطل البخل ده وندفع اشتراكاتنا عشان حتى يبقى رزقنا حلال وفلوسنا حلال. تخيل ان انت باذل مجهود كبير قوي. يعني الانيميشن مش سهل ان انت تعمله. الانيميشن محتاج حد خلقه، يعني خلقه واسع وباله طويل عشان يعرف يعمل انيميشنز ويهتم بالتفاصيل الصغيره وي 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 بتاع. فتخيل ان انت بتستحمل كل ده في الاخر وفلوسك حرام. يعني انا دايما كان عندي اقتناع، وطبعا انا هقوله ده غلط ومحدش يعني محدش يعمل اللي انا هقوله ده. بس لو عندي اقتناع ان انا اليوم اللي هقبل على نفسي فيه فلوس حرام هسرق بجد. اصل يعني خلاص انا كده كده هقبل فلوس حرام اتعب فيها. انت متخيل انت بتاخد فلوس حرام وبتتعب فيها الاتنين؟ ايه يا اخي ده؟ ما تسرق. فاهم يعني؟ انت لو معاك طبق كشري وانا خدت منك، ما علينا. دمي تقيل قوي. المهم ان ده بينقلنا للنقطه الثانيه اللي هي ايه؟ النقطه اللي بعدها يعني نقطه رقم 5 واللي هي الحسد. ده حوار بقى، ده حوار مقرف في حد ذاته بقى. الحسد بقى يجي يقول لك ايه؟ ده انا مش هعرف اعمل زي الناس دي، ده بادئ مع كمبيوتر يا عم وانا مش معايا. او انا مثلا تشوف واحد مثلا ناجح بدأ ب100,000 جنيه بقى معاه ملايين، يقول لك هو عشان بدأ ب100,000 جنيه فهو ناجح، انا عمري ما هعرف ابقى زيه. انا الغلابه اللي زينا احنا، انت يا ابني انتوا مش حاسين بينا، ده انا بشتغل 12 ساعه واقبض 4000 جنيه في الشهر. ماشي يا اسطى، محدش مهتم بجد. انا مش هتعاطف معاك. طبعا لو قلت لك انا كنت مكانك قبل كده انت مش هتصدقني وبتاع، فمش هخش في النقطه ديت. بس يجي لي مثلا كومنت واحد يقول لي ما طبعا بتكسبوا الفلوس ديت، انت مش حاسس بواحد شغال بال 12 ساعه وبيقبض كذا؟ تلاقي بقى في ريبلاي تحته، اتكلمنا في الموضوع ده في الحلقه اللي فاتت، تيجي ريبلاي تحته ايه؟ شغال 12 ساعه بتقبض 4000 جنيه؟ ده انا شغال الاسبوع كله على 800 جنيه مثلا، ده انا شغال 10 ساعات باخد 500 جنيه، ده انا شغال 5 ساعات باخد في ايه يا جدعان؟ ايه احنا بنعلي على بعض بايه؟ انت دلوقتي تعالى كده بص، انا هقول لك انا بفكر فيها ازاي وانت براحتك يعني. انا مثلا لقيت واحد بدأ ب100,000 جنيه وبقى مليونير، اقول لك خلاص ماشي، انا هحط في دماغي هدفي ان انا يبقى معايا 100,000 جنيه، بعدها ابدا افكر ابقى مليونير زيه. لكن طالما انا لسه ما وصلتش اصلا للستارتنج بوينت بتاعته، ليه افكر؟ ليه حطيت نفسي في مقارنه معاه؟ يعني انا دلوقتي احط مثلا انا على رجلي، انا بتمشى على رجلي، احط نفسي في مقارنه مع واحد راكب عربيه، واقول لك مين فينا هيوصل هناك الاول؟ ما اكيد هو اللي هيوصل هناك الاول. انا احط في دماغي ان انا اجيب العربيه، بعدين ابتدي افكر اللي هو ان انا سابقه بقى، ايه نوصل هناك انا الاول ولا هو الاول؟ الهري ده كله. تيجي تقول لي بس يا اسطى وانا هجيب ازاي وهعمل هوصل زيه؟ يعني نخش بقى في النقاش المقرف بتاع نوصل نبقى زيه ازاي وما نوصلش نبقى زيه ازاي. هنا بتيجي فكره حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. فكره حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب دي مش معناها ان انت تقول يا الله ده انا بحب الشغل ده قوي، ايه الجمال ده، وتبقى عامل بقى زي الشيف براك شغال وانت مبتسم كده. مش يعني مش كده. هي فكره ان انت تبتدي تخطط ازاي تقدر تتنقل من النقطه اللي انت فيها دي للنقطه اللي بعدها. فانا انت عندك دلوقتي سلم، عندك سلم وسلم 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 وسلم، انت عايز تنط، ما ينفعش. دي بقى ما بتجيش غير بالحظ مثلا، او انت ربنا كرمك رزقك مره واحده مثلا بمليون جنيه ولا حاجه. وعامة انت مش حلك ان انت يبقى معاك مليون جنيه فجأة كده. انت ما ياما سمعنا عن ناس مثلا كسبت يا نصيب او ايا كان الحاجات ديت، وجاء لك بعدها بسنين فلسوا وبقى عليهم ديون. انت فاهم؟ انت مش الحل بتاعك هو الفلوس، انت الحل بتاعك مصدر للفلوس. ايه المصدر؟ ايه المهارة او ايه الاسيت اللي عندك اللي بتجيب لك الفلوس اللي هي دي؟ عشان لما الفلوس دي تخلص يجي لك غيرها. ما انت اديتك مليون جنيه دلوقتي انت صرفتهم، هتيجي بعدها تقول لي المليون جنيه الباقيين عايز تاني. فاهم؟ اجيب لك منين؟ ففكرة بقى تقول لي انا ظروفي ومش ظروفي وبتاع، لازم تخرج من دور الضحية. دور الضحية الا وهو محدش مهتم بمعاناتك. وزي ما حدش مهتم بمعاناه ياسر كنت انا مثلا ساعات كتير كده بقى قاعد مكتئب ومتضايق بتاع، اقول لك انا والله عايز انزل ستوري حزينه مثلا،
فاهم؟ عايز اشير الاغنيه الحزينه دي، عايز ايا كان. بس اللي هو مين مهتم بجد؟ مين مهتم؟ كل واحد عنده مشاكله وكل واحد عنده حياته. ممكن اللي مهتم مثلا اهلك، صديق مقرب منك، كده، بس غير كده ما حدش مهتم. فانت دورك ان انت تخرج من ده. ازاي بقى؟ دي بتاعتك. لان انت في كل الحالات، يعني انا مثلا ممكن اقول لك على فكره ده انا بادئ كنت بقبض مش عارفه كام وكنت بشتغل عدد ساعات معينه. 100% في حد بدايته اسوأ مني. 100% في حد انا هبقى دايما بالنسبه له متدلع. مهما كانت بدايتي صعبه قد ايه، في حد دايما بدايته اصعب مني. وكلنا ظروفنا مختلفه. بس بدل ما نقعد بقى نتخانق على مين فينا ظروفه اصعب، ممكن نقعد نفكر في حل. يعني ممكن كده نقعد مع بعض كده نفكر، نقول لك مثلا ده انا ممكن اخش جمعيه، ولو حوشت وحوشت وحوشت انت بص، انت لازم هتدفع ثمن، انت لازم هتيجي على نفسك في حاجه. فانت هتيجي على نفسك بقى في وقتك، في نومك، ان انت هتبقى بتنام وقت اقل، او في الحاجه اللي انت نفسك فيها، ان انت مثلا هتبتدي تحرم نفسك من حاجات ممكن يبقى نفسك فيها، ممكن تبقى حاجات محتاجها. ممكن تبتدي تحرم نفسك من حاجات عشان تحوش ان انت توصل لتارجت معين. ومش شرط ان التارجت يبقى كمبيوتر او ايا كان، انت ممكن ايا كان بقى التارجت بتاعك انت وشغلك اللي انت عايز تشتغله. بس احنا دلوقتي بنتكلم في نقطه مثلا كشغل اونلاين يعني. فهتيجي على نفسك شويه عشان تحوش، اذا كان بقى اللي انت تجيب قطعه من قطع الكمبيوتر الكتيره، او ان انت مثلا تحوش عشان تشتري كورس بعدين يفيدك. ايا كان. يجي واحد يقول لي وانا لسه هستنى. انت هتفضل مكانك. ما هو انت لو انت مستني الحل اللي هو يلا دلوقتي حالا هعمل مليون دولار، ما فيش حاجه اسمها كده. ما كان زماننا كلنا بقينا ما زفت مليونير. هنرجع بقى لنفس النقطه تاني. شوف انت عمال بتخليني برجع معاك من الاول وجديد. انت كده كده هتفضل في الوضع المقرف ده. فنعمل خطه تخرجنا منه كمان سنتين ثلاثه، ولا نفضل زي ما احنا كده بقى العشر سنين الجايين كلهم ونقول ايه ان شاء الله ربنا يحلها؟ ما هو ان شاء الله ربنا يحلها، بس هل انت بتسعى؟ يعني هو زي ما اكيد طبعا اكيد يعني ربنا يحلها. بس ربنا برضو قال لك انت لازم تسعى، لازم تحط مجهود عشان تاخد المقابل بتاعه. فهل انت بتحط المجهود؟ مين عارف يا اخي، مش يمكن انت تبتدي تحط المجهود تلاقي ان انت الخطه اللي انت كنت حاططها لنفسك مثلا على سنتين ثلاثه ربنا حققها لك في 6 شهور. انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. بس هل انت بتسعى؟ تيجي تقول على فكره ده انا بسعى، ده انا بشتغل 12 ساعه، ده انا بعمل ده انا بعمل ده انا بعمل. انا بكلمك دلوقتي من نقطه ان انت بتسعى للاحسن، مش ان انت كل يوم نازل بتأدي وظيفتك. انت في دماغك بتحاول ان انت تسعى للاحسن. هل انت كل يوم بتحاول ان انت تبعت مثلا ل 10 كلاينتس جداد يمكن واحد فيهم يرد عليك؟ هل انت كل يوم بتحاول ان انت تطور من مستواك؟ هل انت كل يوم بتنزل فيديوهات على النت ومحدش بيشوفها بس انت عمال مكمل يمكن في مره تظبط؟ يعني انا مثلا كياسر كونتنت اول ما ابتديت انزل فيديوهات، خلاص يعني نزلت فيديوهات جالي المليون مشاهد من اول يوم. ما انا فضلت انزل وانزل ومحدش بيتفرج، وانزل وانزل وانزل. تيجي تقول لي على فكره ياسر انت كذاب، انت اول فيديو عندك فايرال. انا عارف ان اول فيديو عندي فايرال، بس انت عارف اول فيديو نزلته في حياتي فايرال ولا لا؟ يعني انت شفت فيديوهات اللي كنت بنزلها وانا عندي 14 سنه ولا مش عارف 15 سنه؟ انا بنزل فيديوهات على فكره بقالي 10 سنين. بس طبعا الفيديو ده انا مش عامله عشان اتكلم عن نفسي. انا بحاول ان أنا اساعدك انت دلوقتي او انت. شوف عشان ايه يبقى في دايفرسيتي. فيا اسطى ما حدش مهتم بمعاناتك. اقعد كده مع نفسك، خطط وتكتك وظبط، شوف ازاي تخرج من ده. وبطل حسد. بطل كده تقول ده عشان فلان بدايته كذا فهو احسن مني. محدش مهتم. ماشي؟ هو احسن منك يا عم. هو احسن منك وهيفضل احسن منك طول ما انت بتفكر كده. هو هيبقى وانا احسن منك، وكل المشاهدين التانيين اللي في الفيديو احسن منك برضه. اشتغل على نفسك. وعندنا بقى ايه سادس نقطة، وهي الغضب. يجي لك كده واحد يطلع لك من تحت الارض ويقول لك انا مش ناجح علشان الدولة اللي انا فيها. يعني انت مش غضبان على الدولة اللي انت فيها، انت غضبان على نفسك. يعني انت تيجي تقول لي كده انا لو كنت بره كنت نجحت. بجد يا اسطى؟ طب يعني ليه في امريكا 771 الف انسان بينام في الشارع؟ بس انا كاتبها صراحه، بقرا من اللي مكتوب عشان ايه؟ لازم بعمل ريسيرش. ما انا لازم اطلع قدامك مبين ان انا ذكي جدا ومفيش مني اتنين يعني. فبيقول لك في امريكا في 771 الف انسان بينام في الشارع، وهم عندهم انترنت اسرع منك وكهرباء ما بتقطعش. ليه بقى؟ ليه؟ عشان برضه الناس هتيجي تقول لك احنا عندنا النت. ما انا عارف، ما كلنا متضايقين النت عندنا يا اسطى بكوتا و250 جيجا ومش عارف ايه. ماشي، وبعدين هنقعد بقى نقعد نعيط. وبعدين عايزين نعمل فلوس، عايزين نعمل حاجه عشان يبقى كل الاوضاع دي مش فارقه معانا. فايه بقى؟ انت عندك دلوقتي في 850 الف فريلانسر مصري نجحوا من نفس البلد اللي انت بتقول ان هي السبب في فشلك، او ايا كان المعاناه اللي عندك ايه. ممكن بقى نبطل نعلق الشماعه. انا عارف والله العظيم، عارف ان هي الدنيا هنا صعبه والحاجه غاليه وكل الكلام ده. بس
وبعدين يعني هل بقى ان احنا نتكيف؟ يعني يا اسطى ده احنا مصريين يا اسطى، احنا بنعرف نتكيف مع اي حاجه. يعني عارفين اكتر ناس بتعرف تتكيف مع اي وضع ايا كان. تكيف، ابتدي ان انت بقى ايه، خطط وتكتك ازاي نستغل الوضع ده في حياتنا. انت لو انت كنت بره كانسان افريج ممكن كانت تبقى حياتك احسن، ماشي. هنا كانسان افريج لو تقبض 3 4000 جنيه في الشهر انا معاك ان هم مش هيكفوك، بس خلاص انت الظروف اجبرتك ان انت تتكيف ما تبقاش انسان افريج، تبقى اباف افريج. حلو، يعني حاجه حلوه. بعدين انت اما تسافر بره انت ايه مهارتك عامه؟ يعني ايه مهارتك اللي هي تخليه ان انتوا يبقوا واقفين لك كده على باب المطار؟ ايوه اخيرا اخيرا حماده جنه، ده انت فين يا راجل؟ من زمان بلد ما كانتش ماشيه من غيرك يا اخي. يلا يلا المنصب مستنيك، الشغل مستنيك، فاهم ايه؟ انت هتروح تعمل ايه؟ هتروح تشتغل في وول مارت؟ هتروح تشتغل، هتقف في سوبر ماركت؟ تقول لي ايوه بس على الاقل ساعتها هيبقى ماشي، هتفضل افريج. يعني انت فضلت افريج برضو، ما استفدناش اي حاجه. إيه فين المهارة اللي معاك اللي تخليك أول ما تروح هناك تمسك بقى الملايين بقى وتقعد تهوي تمسح دموعك بقى بالفلوس وبتاع؟ فين؟ إيه فين الشهادة اللي أنت يلا بقى ده أنا هروح أشتغل مثلا هناك دكتور، إن هبقى مجدي يعقوب في أمريكا مثلا أو يعني فين؟ هو دور الضحية ده مريح جدا، دور الضحية ده إن أنت تعيش فيه مريح جدا، تقعد تقول بقى ده أنا ظروفي صعبة، ده أنا حياتي، ده أنا قرفان، ده أنا محدش حاسس بيا، ده أنا بتاع 90 99 100. اه لا معلش، اصل هو انت عمال بتصيح، انا رحت شفت لي شغلانه انت فاهم اكيد يعني، ما مش معايا كاش بصراحه، كان نفسي اقعد اعد في كاشات، بس انا فلوسي كلها على الفيزا. بس بص بص معايا كوينات، معايا كتير، معايا كتير، بس انا يعني ريحه ايدي بعدها بتبقى وحشه أوي. فيعني بص احنا ممكن نقعد نصيح، واثناء ما انت عمال بتصيح كده في واحد قعد اشتغل، عمل حاجه في حياته، انت فاهم؟ ممكن ما عملش يعني ما وصلش لسه لحاجه النهارده، بس انت كل يوم بتقعد تصيح وهو كل يوم بيقعد يشتغل. بعد شهر انت في مكانك لسه عمال بتعيط زي ما انت، وهو وصل لحاجه، عمل حاجه في حياته. والفكره عارف يعني عارف، الفكره ان النت بقى مسهل الموضوع ده قوي. يعني فكره ان انت عندك حاجه بتوصلك للعالم كله من مكانك، ده حرفيا حاجه جميله جدا. ما انت اتعلم الحاجه واشتغل مع الناس اللي بره، وانت قاعد هنا انت هتبقى عايش ملك، انت ما بتتاثرش باي حاجه. تقول لي بقى الحاجه غليت الحاجه رخصت، انت ما بتتاثرش، ما انت شغال مع الناس اللي بره. لكن هنقعد بقى نعيش في دور الضحيه ونعيط ونولول وبتاع. انت حرفيا انت حتى مش محتاج فلوس ان انت تشتري كورس عشان تبدا. يعني انا عارف ان احنا بنطلع بقى في كل الفيديوهات نقول لك اشترك في الكورس بتاعي، اشترك في الكورس بتاعي، ويا ريت بعد اذنك لو معاك فلوس انزل اشترك في الكورس بتاعي. بس هي الفكره ان انت حتى لو مش معاك فلوس، يعني انت مثلا عمرك ما فكرت هو ياسر كونتنت اللي بيشرح ده اتعلم منين؟ بتعلم من على اليوتيوب. انا ما بشترك على فكره، انا ما اشتركتش في كورسات، انا عمري في حياتي ما دفعت فلوس في كورسات لحد الشهر اللي فات مثلا. والشهر اللي فات الفلوس اللي دفعتها في الكورسات كانت كورسات ملهاش علاقه بمجالنا اساسا. لكن انا عمري ما اشتريت كورس موشن ديزاين، عمري ما اشتريت كورس افتر افكت، عمري ما اشتريت كورس بريمير، ما دفعتش جنيه في اي حاجه من الحاجات دي. بس بتقعد تدور، وهي الموضوع مش سهل للدرجه، انا مدرك، بس ده الثمن اللي انت بتدفعه مقابل اصل انت هتضحي بحاجه. يعني انت يا اما هتضحي بوقتك يا اما هتضحي بفلوسك. انا بختار ان انا اضحي بوقتي، وخلاص انا اتعلمت، فالموضوع بقى سهل بالنسبه لي. انا دلوقتي مثلا بفتح، عارف انا هدور على ايه، انا عارف انا محتاج اتعلم ايه، وحتى مش بضطر اتفرج على التوتوريال كامل، انا بجري كده فيه بس بفهم الورك فلو ماشي ازاي وخلاص. انا فهمت عرفت ده هو هنا حط الايفكتين دول على بعض، انا ما كنتش اعرف ان هم لو اتحطوا على بعض بتطلع النتيجه دي، بس انا عارف الايفكت ده وعارف الايفكت ده، خلاص سهل. هتيجي تتعلم، هتلاقي انت مثلا بتتعلم فيديو من واحد اجنبي، واحد امريكي، بعدها فيديو من واحد هندي، بعدها فيديو من واحد اسباني، بعدها فيديو من واحد روسي. هتلاقي انت عمال تلم كل حاجه من كل حته، ومش معاك منهج واضح انت ماشي عليه، انت عمال بتكتشف. الموضوع بياخد وقت، بس eventually اتعلمت. معاك فلوس روح اشتري كورس، بيبقى الشخص عامل لك، المفروض يعني الشخص بيعمل لك منهج معين انت ماشي عليه عشان توصل لنتيجة معينة بعد فترة مدة زمنية اقصر من ان انت كنت تقعد تتعلم لوحدك. لكن انت بقى لا، ولا انت عايز تشتري كورس ولا انت عايز تتعلم لوحدك من غير الكورس. وبجد في بقى ناس بتعصبني مثلا، واكتشفت ان دول موجودين عند انستراكتورز كتير مش عندنا بس. مش مثلا يقول لك انا حالتي صعبه ومش عارف ايه، ممكن تفتح لي كورس ببلاش؟ فانا مثلا اقول له لا والله صعب، يعني ممكن اعمل لك ديسكاونت. يقول لك خليك فاكر ان انت كنت السبب في نجاحي، وانت وقفت في طريقي، وانا مش مسامحك ليوم الدين، ان شاء الله ان شاء الله عنك ما سامحتني، ما تسامحنيش. إيه يعني؟ اللي هو انا ببقى مش فاهم ان البني ادم جايب من ناحيه جايب الاستحقاقيه دي منين، او ليه متوقع ان هو لاجل ان ظروفه صعبه يبقى لازم كل الناس تساعده. ومن الناحيه التانيه بقى مش فاهم هو انت ليه ربطت النجاح كله بالكورس بتاع
احمد ياسر او بتاع اي حد تاني في اي مجال عامه. ايه ده يا اسطى بجد؟ ايه ده؟ هل احنا معانا المفتاح السحري، او هل احنا معانا مفتاح الفريلانس السحري؟ يعني برضه فكره الفريلانس ومش الفريلانس واعمل ايه عشان اجيب اول عميل. الناس بتحسسني ان احنا معانا البلو برنت، احنا معانا، بص، عارف، معانا ده الفيديو اللي انا حطيته على الشاشه دلوقتي، ده السر بتاع الفريلانس. انت في مليون طريقه تفريلانس بيها، بس هي الفكرة ان كل الناس اللي بتقعد تشتكي من ان هي مش عارفة تفريلانس هي الناس اللي مش عاملة شغل فعلا. تخش بورتفوليو تلاقيه فاضي، تخش انستجرام وتلاقيه فاضي، تقول له انت عندك اكونت على موقع الفريلانس يقول لك لا، بتحاول تريتش اوت، لا. بتعمل ايه؟ انت اتفرجت على توتوريال ساعتين وفاكر ان خلاص هو ده الحل، هو ده الحل، توتوريال الساعتين هو ده اللي خلاص. فيا اسطى ارجوك، الحاجة اللي انت بقالك سنتين 3 10 سنين بتشتكي منها كل يوم حلها، عشان ما حدش مهتم. والله العظيم ما حد، اقسم بالله ما حدش مهتم، ما حدش مهتم انت حياتك صعبه قد ايه، وما حدش مهتم الظروف اللي انت بتمر بيها صعبه قد ايه. اقسم بالله انا مش مهتم. انا قاعد بص، قاعد بعد فلوسي، قاعد حاطط رجل على رجل، قاعد بص، لا مش هينفع اقطع، بس يعني انا مش مهتم، وكل الناس اللي حواليك مش مهتمين. وعارف اقول لك على حاجه، هتروح تحكي لاصحابك وهيجي يقول لك معلش يا حماده، هي هنعمل ايه بقى، معلش ما تزعلش ما تزعلش، يطبطب عليك كده، فاهم؟ بعدها هو هيروح يعيش حياته، هيكمل حياته، وهيشوف شغله، وهيشوف حياته، وهيتقدم وهيتحسن، وانت هتفضل قاعد في مكانك عمال بتعيط، تقعد بقى تشير لي في ميمز حزينه وفيديوهات بقى حزينه وبتاع، اللي هو ايه يعني؟ شيرها في وقت فراغك، بس وقت فراغك ده لو انت خلاص 5 دقايق كده قبل ما تنام بتاع فاتح تيك توك بتقلب. لكن انت تبقى قاعد طول اليوم انت بتعمل فيه ده. انا بشوفهم والله العظيم يروح عامل صفحه ميمز، صفحه ميمز كئيبه بقى، هو ده دي بقت شغلانته. لو انت نفس المجهود اللي انت عملته، فانت عملت صفحه وكل يوم عمال بتدور على فكره جديده عشان تحطها على الفيديو الابيض واسود اللي انت واخده. يعني الواد اللي هو اللي بيطلع لايفات ده عينه خضرا، مش فاكر اسمه ايه، بس هو تقريبا لاسع او حاجه. الناس بقى بتقعد تاخد فيديوهاته وتعملها ابيض واسود وتنزلها، وميمز بقى ومش ميمز وبتاع. ما تشوف لك شغلانه بجد، شوف لك شغلانه. في ناس كتير قوي استغلوا نفس الوقت اللي انت قاعد بتعمل فيه الميمز دي، اتعلموا حاجه شافوا لهم شغلانه. بس انت خلاص بقى ايه، شغلانتك بقت الشكوى. وبننتقل للمرحله السابعه اللي هي الشهوه وحب الجاه. في ناس تيجي تقول لك اشمعنى ده ناجح وتلاقيه مثلا بيشاور على حد، أم، خلينا نقول من اللي مثلا بيطلعوا يعملوا تحديات التيك توك، يحط سمنة على وشه بقى ولا دقيق ولا ايا كان، حد يطلع يعمل نفسه عبيط على النت، أم، النوعية دي عموما يعني. يقول لك اشمعنى ده ناجح وانا لا، ده انا هروح احط الشهادة فاهمة بالله واشرب ميتها وكل الكلام ده كله. بعيدا عن، انا عمري ما بفهم بصراحة ازاي ان انت تقارن ان شخص زي ده ناجح وانت تبقى غيران منه. هو ليه اصلا يعني ليه قدام الكاميرا دايما الشخص بيحاول يبان كول، او يحاول يبان عبيط، او يحاول ايا كان. احنا من سوء حظنا، انا عايز اتكلم في النقطه دي بقى لي حبه، احنا من سوء حظنا ان احنا من اول الاجيال اللي هبلنا كله هيفضل موجود على النت. يعني عامه عايزك تبقى عارف معلومه، يعني لو انت مش عارفها، مفيش اي حاجه بتنزل على النت بتتمسح، حتى لو انت نزلتها ومسحتها هي لازالت موجودة في مكان ما، هي بس لسه ما ظهرتش. انت فاهم؟ وانت تبقى من المحظوظ لو هي فعلا اتمسحت يعني، بس هو دايما كل حاجة ما اتمسحتش. فانت زمان وانت صغير لما كنت تقعد مع ابوك كده ويجي يقول لك ده انا وانا قدك كنت بطلع الاول على المدرسة، او يقول لك مثلا ده انا وانا قدك كنت كل البنات بتحبني مثلا، ايا كان يعني، ايا كان بقى اللي كان بيتقال لك، انت كنت بتبقى ما قدامكش غير ان انت تصدق، لان مفيش اثبات على الكلام ده. لكن انت تخيل كده مثلا ان انت بعد عمر طويل، بعد 40 سنه مثلا، او مش 40 سنه، بعد 20 سنه من النهارده، ماشي، بعد 20 سنه بقى عندك شحط كده عنده مثلا 18 سنه او حاجه، وجه كده قال لك انا عايز اعرف بقى مين ابويا، وهو ابويا وهو قدي كان بيعمل ايه، فاهم؟ فهيقدر يخش على النت. انت بقى كانت فيديوهاتك كلها ان انت عمال بتعقب مثلا، او ان انت طالع بتشتم، او انت طالع بتعمل نفسك عبيط، تحط حاجه على وشك، ايا كان. او انت كانت فيديوهاتك كلها ان انت طالعه بترقصي، او طالعه بتقلعي، او نفس الفكره طالعه بترخصي نفسك بشكل ما. فتخيل بقى ان ابنك او بنتك يعني او يعني ابنك او ابنك هيشوف ده مش حاجه تخوف يعني، ده كده ده مش حاجه ترعب الواحد عامه، حاجه مخيفه جدا. تخيل كده انت فاهم، ابنك يبقى شايفك انت
ده انا ابويا كان عبيط، ده امي كانت كذا. انت بتتخيل حاجه زي دي عامله ازاي؟ فانت اصلا ازاي ممكن يعني، اولا عندي رساله لاي حد من الناس اللي بتتفرج على الفيديو هم كده، يا ريت تراجع نفسك. ورساله بقى للناس اللي هي التانيه اللي هي مش بتعمل كده، بس يقول لك ايه اشمعنى ده يبقى ناجح واشمعنى ده مش يبقى ناجح. هو دفع ثمن انت ما عندكش استعداد تدفعه. المغني اللي بيطلع مثلا يغني، اللي هو مثلا المغني الشعبي اللي يطلع كل سنة يقول لك ده المغني جاب العربية المرسيدس، المغني جاب العربية مش عارفة ايه بتاع، وانت تقول بقى ده يركب العربية دي وانا لا. طيب هي كده كده العربية دي ما جاتلوش، هي مش هتجيلك انت ما عملتش اي حاجة، بس انت مش فاهم فكرة برضو الماركتينج والتسويق والفلوس الاونلاين عامة بتيجي منين. يعني انا دايما عندي اعتقاد شخصي ان الفلوس الاونلاين هي دايما بتيجي من مصدرها الاول والاخير هو اعلان. انت الفيديوهات دي بيظهر عليها اعلانات، انت لما فتحت الفيديو بتاعي ظهر لك اعلان في اول فيديو، والاعلان انا مش بكسب منه، انا لسه مش مشغل ادسنس، مش عارف اشغلها ولا لا. بس هي الفكره كلها احنا اي فيديو بيتعمل الشركه انستجرام او يوتيوب او تيك توك او ان كان عايزاك تفضل على الابليكيشن اطول فتره ممكنه. ايه الشخص اللي بيقدر، الصانع المحتوى اللي بيقدر يحافظ على المشاهد اطول فتره ممكنه؟ فيديوهاته بتتزق، بتبتدي تطلع للناس في الاكسبلور او في الفور يو او ايا كان. فانت ليه عايز تقارن نفسك بحد طلع للناس كتير بشكل وحش وتبقى غيران منه؟ في نفس الوقت انت مثلا كواحد عادي جدا ما عندكش اي حاجه مميزه، وانا هنا مش بتكلم ان الناس دي مميزين، يعني انت ممكن تبقى مميز بحاجه حلوه، ممكن تبقى مميز بحاجه وحشه. انت شخص ما عندكش اي حاجه مميزه، ليه غيران ان شخص عرف يظهر للناس اكتر وانت لا؟ ايه المميز اللي انت بتعمله؟ يعني انت قدمت ايه عشان ان انت تبقى انت اللي طالع ترند، او انت اللي طالع على التيك توك او ايا كان؟ انت كده بقيت عامل زي ايه؟ عارف الفيديو بتاع محمد الزبال لما كان طالع يقول لك الترند ده استغفر الله العظيم يعني عامل زي ليله القدر، يقول لك بيجي من عند ربنا. اللي هو ايه المميز يا اسطى اللي عندك عشان تبقى خلاص بقى انت الترند، انت الرائد، انت اللي كل الناس متابعاك؟ فهو الناس دي عملوا حاجة عبيطة، طلعوا ترند، فجالهم العربيات والفلوس وكده، لان الشركات هتدفع عشان اعلاناتهم تتحط على الفيديوهات بتاعتهم، او الشركات تدفع عشان يبقى ليهم اي تمحور. يعني ليه مثلا الشركات بتدفع عشان تبقى حاطه اللوجو بتاعها على تيشيرتات لعيبه الكوره؟ انت فاهم ليه الشركات بتدفع عشان يجي مثلا كاس العالم يتحط اعلاناتهم في كاس العالم والكلام ده كله؟ علشان هي الناس كلها بتتفرج هنا. فالمغني اللي مشهور ده كل الناس بتتفرج عليه، فعمال بيجي له في اعلانات وعمال بيجي له فلوس، مع فلوس المشاهدات دي بتيجي منين؟ فاهم ازاي؟ فاما تيجي تقول ده الشخص ده بقى ده يركب العربيه دي وانا لا، يا اسطى هو يركب العربيه دي وانت لا عشان هو مميز، حتى لو هو مميز بحاجه ملعونه بس هو مميز. هو اختار ان هو قبل على نفسه القرف ده. انا وانت مش هنقبل على نفسنا القرف ده، فخلاص خلاص ملناش دعوه. ما تقعدش تبص له وتقول اشمعنى ومش اشمعنى. خلاص هو ممكن مبسوط دلوقتي، بس بعد الدنيا برضو انت بتنسى ان احنا في الدنيا وهتنتهي. بعد الدنيا دي خلاص انت هتبقى مبسوط، هو مش ممكن، استغفر الله العظيم يعني، هو ممكن يبقى مبسوط ممكن ما يبقاش مبسوط، دي حاجه بينه وبين ربنا ملناش دعوه بقى، يعني ربنا اللي هيحاسب. ممكن في الاخر الشخص ده يتوب وربنا يهديه، يا رب يا رب ربنا يهدي الجميع ويخش الجنه. انت بقى مالكش دعوه. ومن ضمن برضو مشاكلي مع اللي هي فكره عامه الشهوه وحب الجاه، الناس اللي بتقعد تصور، يعني اللي هو انت عايز يبان قوي ان انت شغال. عامة اللي بيشتغل بجد ما بيصورش، يعني فكرة بقى ان انت تقعد تصور لي وانت قاعد بقى على المكتب، قاعد بقى عمال شغال 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 شغال، يا اسطى اقعد اشتغل، اقعد اشتغل، بطل تشير ريلز بتاعت وانتوا سهرانين بره انا قاعد شغال وبتاع، هما بيلعبوا بس انا شغال عشان انا جامد وانا هبقى احسن منهم بعدين. اللي هو اهدى اهدى اهدى. لو انت فعلا بتعمل حاجه ما كانش زمانك فاضي ان انت تقعد تشير في الريلز ديت. ريلز بقى اللي هو ايه، خلاص بقى توماس شيلبي، واثناء ما هم يلعبون انا جالس اشتغل، وانا بصحى كل يوم العب 6 ضغط وبتاع. اقعد اشتغل، اقعد اشتغل، فكك من الواجهه الكدابه اللي انت بتحاول ترسمها عن نفسك دي. ان محدش مهتم يا اسطى، ماشي بجد احنا قاعدين في النايت كلاب وانت قاعد شغال، ماشي احنا مبسوطين في النايت كلاب يعني. طبعا أصل انا ما بقعدش انا بهزر بس يعني ماشي. نسقف لك يعني ولا نعمل إيه؟ انت الوحيد اللي قاعد مش مبسوط فينا دلوقتي. على فكره انا مبسوط، انا قاعد شغال ببني في مستقبلي عشان انا هبقى جامد قوي بعدين وانتوا كلكم هتعيطوا. ماشي يا اسطى، جود فور يو،
محدش مهتم. ما اصل بص برضه اقول لك على حاجه، زي ما محدش مهتم بمعاناتك محدش مهتم بنجاحك. يعني محدش مهتم بيك عموما. مين اللي مهتم بيك؟ حبايبك، اصحابك، زوجتك مثلا. لكن غير كده شيل من دماغك بقى فكره اخصامي، وده دول كارهني ودول كارهين لي النجاح. وما حد، اقسم بالله ما حدش مهتم. ما حدش مهتم. انت ولا حاجه. لازم تبقى متقبل كده من جواك فكره ان يا اسطى الناس مش مركزه معاك. انت مش مميز للدرجه. عارف، عايز الناس تركز معاك لازم تستحق ده. يعني انت اوصل لحاجه عاليه قوي فاقول لك اه يا عم، ده الناس بقت مركزه معاه بجد بقى. فاهم؟ بس انت لسه ما وصلتش لاي حاجه. انت قاعد كل يوم تقول لي انا هشتغل موشن ديزاينر. اشتغلت؟ لا لسه ما اشتغلتش، بس انا هشتغل موشن ديزاينر. انت حتى دي في حد ذاتها حاجه سيئه. انا كل ما اروح مثلا اقعد مع حد واقول له عارف، انا كنت بعمل كده زمان برضه. انا كل حاجه عامه اتكلمت فيها في الحلقه دي مش كل حاجه 100%، بس في حاجات كتير قوي 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 انا وقعت فيها ولا زلت بقع فيها. ويعني يمكن الفيديو ده يبقى تذكره ليا في المستقبل. اولا اشوف لما انا كان عندي 23 سنه كنت بفكر ازاي، اما اجي كده بعد عمر طويل يعني اسمع الفيديو ده تاني. وممكن اجي ات سام بوينت في حياتي ابقى تايه واسمع الفيديو ده افتكر الافكار اللي انا كنت برغي فيها دي واقول اه كويس انا افتكرت عشان اعيد ده تاني. او ارجع بعدين اقول ان انا كنت غلط في كل حاجه انا قلتها. عادي، انا حر يعني برضو، في الاول وفي الاخر هي قناتي. ف بعتذر. او لا مش بعتذر، يعني انا عارف ان انا اجريسيف شويتين الفيديو ده، بس فعلا انا متضايق. انا شايف ان الحلول كلها قدام الشخص، بس هو مش راضي، هو اللي مش راضي يعملها. هو بس عايز يفضل في دور الضحيه. ما علينا، انا كنت برغي في حاجه دلوقتي ونسيتها. انا كنت بقول لك ان انا دلوقتي مثلا قبل ما ابدا اعمل صفحه ياسر كونتنت دي كنت بقعد اقول ايه، انا مثلا انزل اقعد مع حد من صحابي يقول لي ده انا عايز اعمل فيديوهات وهشرح وهفضل اعمل ريلز كتير، فبعد ما اعمل الريلز دي انا هتشهر، فبعد بقى ما اتشهر اقوم منزل كورس، انزل الكورس فناس كتير قوي هتشتريه، فابقى معايا باسيف انكم وجنب شغلي اصلا، فانا هبقى بعمل فلوس من هنا وبعمل فلوس من هنا. فيجي يقول لي يا اسطى دي فكره جامده موت. فتحس كده بالدوبامين كده. انا حسيت بدوبامين دلوقتي وانا بتكلم، انت فاهم؟ فانت خلاص انت خدت الدوبامين من غير ما تعمل الفعل، فانت مش هتعمل حاجه. لكن لو انا مثلا قعدت كده ساكت مع نفسي اشتغلت، هاخد الدوبامين بقى من الشغل ذات نفسه. يعني انا دلوقتي ما بقتش باخد دوبامين، انا حرقت كل الدوبامين اللي ممكن يتاخد من كميه المرات اللي قعدت اتكلم فيها في الحاجه اللي انا عايز اعملها فما عملتهاش. انا دلوقتي مش بدي مثال، انا بتكلم بجد. ده فعلا اللي انا بعمله في حياتي، ودي ازمه. انا نفسي اسكت. يعني ساعات بحس ان انا عايز اقص لساني ده. انا بحب على فكره الفيديوهات اللي بقعد ارغي فيها دي، بس هي بتبقى تقيله على قلبي قوي لان انا بقعد افلتر. ما هو بقى هنا بقى دي النقطه، الواحد لازم بيطلع باحسن صوره عنده. فانا مثلا توبيك بيعصبني ما ينفعش اشتم، ما ينفعش، لازم اطلع باحترامي عشان احافظ على شخصيه ياسر كونتنت المحترم اللي بيطلع على الشاشه. علشان لما اجي كده بعد عمر طويل حد يجي يتفرج على الفيديو ده ما يقولكش ده واد قليل الادب، ما يقولكش ده واد وحش، او ما يقولكش اي حاجه وحشه عليا عامه يعني. ما يبقى عندي كده ابن او بنت او ايا كان، ابقى عايز ان انا افرجهم كده اوريهم ابوهم كان بيعمل ايه وهو صغير، يبقى حاجه الواحد يفتخر بيها. فاهم؟ عايز اللي يعرفني يتشرف بمعرفتي، يقول لك اه والله ده احمد ياسر ده زين الرجال. فاهم؟ ده يسلم اللي رباه مثلا، اي حاجه. ده اللي الواحد بيطمح ليه، ان هو يطلع بصوره كويسه، ان هو لما يبقى بيكسب كده فلوس يقدر يقول اللي هو الحمد لله. الرزق ده فيه بركه، الرزق ده فلوس حلال. آه، ما يبقاش الواحد قاعد حاسس بالذنب من حاجه. الواحد كده يعرف يخش يحط راسه على المخده ينام عامه يعني. فيا صديقي، الحل في كل الحاجات دي هو ان انت تجتهد وتركز مع نفسك وبس. مفيش اي حاجه تانية. المفتاح السحري اللي كل الناس بتقول لك عليه الفريلانس وتعالى هعلمك تكسب اول 1000 دولار وبتاع والهري ده كله، الاجتهاد. اجتهدت وان انت استحقيت ان انت تبقى مميز فعلا فعلا. عشان تعمل فلوس كتير لازم تبقى شخص مميز. فالتميز ده ممكن يبقى ان انت مولود بيه، وممكن ان انت توصل له باجتهادك. ازاي توصل له باجتهادك؟ بان انت تتعلم السكيل اللي كل الناس مش راضيه تتعلمها. اديك شايف اهو، في كام فيديو اديتور شغله وحش، في كام موشن ديزاينر شغله وحش. خليك انت الموشن ديزاينر اللي شغله حلو. تقول لي الاي اي هيبدلنا مش هيبدلنا؟ ماشي، خليك انت من اول الناس اللي هتبدل الموشن ديزاينرز التانيين بالاي اي. خليك انت اللي سابق. روح يا عم اتعلم الاي اي اللي انت عمال تقرفنا بيه ده وسبقنا كلنا. تبقى انت بتعمل شغل بكميه اكبر في وقت اقل مننا، فانت تاخد الكلاينتس اكتر باسعار احسن وتبقى سبقتنا. روح اتعلم. بس انت قاعد ما بتعملش حاجه. إيه...
حوش الفلوس واعمل المشروع اللي انت كان نفسك تعمله، والمشروع يفشل وتخسر فلوس بس تبقى اتعلمت، تيجي بعدين تعمل مشروع تاني ما يفشلش تبقى عملت حاجة. يعني استحق التميز، او استحق المكانة العالية اللي انت تقدر، اللي انت نفسك توصل لها دي. ان انت توصل كده من غير مجهود، دي حاجة مش موجودة. لكن تيجي كده بعدين، حتى لما تيجي كده بعدين بعد ما توصل، يعني انا كاحمد، انا ساعات كده ببقى قاعد مع نفسي بقوم باصص كده، بقول لك انا فاكر لما كان في المكتب القديم قبل ما يبقى في المكتب ده، انا فاكر لما كان عندي شاشه واحده بس، او انا فاكر لما كنت بقعد على كرسي بلاستيك، او انا فاكر لما كنت مش عارف- بقعد افتكر ومن كتر من كتر ما حصل احداث كتير قوي، ساعات اللي هو بستغرب هو كل ده حصل امتى. ياه، انا قعدت 40 ساعه متواصلين شغال، ده انا قعدت عملت. انا مش بفتخر عامه ان انا بقعد 40 ساعه متواصل شغال، ده عذاب، ده خناق. انا عملت ده عشان اختصر على نفسي طريق. لو رجع بيا الزمان ممكن ما اعملش ده. لو حد جه طلب مني نصيحه مش هنصحه يعمل ده. بس اللي هو تقدر كده في يوم من الايام تفتكر تقول يا والله ده انا تعبت، ده انا عملت. طبعا كل ده توفيق من ربنا، يعني اكيد ده مش عشان ان البني ادم جامد، بس اللي هو اللي انا بتكلم فيه ان انت ما تحسش ان هي جت معاك اونطه كده. ما حدش يقدر يجي يقول لك ان هي اونطه، هو كده كده حد هيجي يقول لك دايما ده، مهما انت تعبت في حياتك، ما حدش هيبص على اللي فات، هو هيبص على النهارده انت فين. يقول لك بس يا عم انت مرتاح انت ولا في بالك انت كده. بتجيب عربيه بس هتلاقي حد جاي يقول لك ما كده امك اللي جايبها لك او ايا كان، هتلاقي فيه دايما حاجات اللي انت هتسمعها دي، حتى لو انت مش مامتك اللي جايبها لك، انت اللي شاريها والله، هتسمع عادي ولما تبقى انت بقى بدأت تسافر بره بقى وتصور في الدولة دي وفي الدولة دي وفي الدولة دي، هيجي حد يقول لك طبعا ما انت مش حاسس بينا، وانت يا عم انت بتقبض بالدولار، يا عم انت امريكاني، انت ولا على بالك. رغم ان انت كنت في المعاناة دي من سنتين ثلاثة، بس عادي ولا يشغلك، لان انت في الرحله دي مع نفسك. فعشان كده زي ما قلت لك من شويه، مفيش حد مهتم بمعاناتك، ومفيش حد مهتم بنجاحك، مفيش حد مهتم بيك عامه. ركز مع نفسك وربنا يوفقك. لو وصلت لحد هنا في الحلقه، اكتب ال 16 رقم اللي على كارت الفيزا بتاعك في كومنت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ابعت الفيديو، اقول لك على حاجه، وقف كده، صور الشاشه دلوقتي وانا واقف، اعمل كده، صورها ونزلها ستوري وقول دي افشخ او اجمد حاجه انا اتفرجت عليها في حياتي، واعمل لي منشن. عايز اشوف نفسي على شاشات الناس التانيين، وانا هشير لك عندي واقول لك ان انا بحبك. بس